بنشوف بطلتنا وهي قاعدة في أوضتها وشكلها كده بيكون قلقان جدا ومرعوب، وعمالة تقول في بالها الصرخات بتتعالى والأقدام بتقرب. الراجل ده في طريقه ليا ولا إيه؟ ده ممكن يجي دوري قريب جدا. وساعتها بتفتح درج وبتطلع جوهرة وبتقول لا لا مش مشكلة خالص. وساعتها بتمسك الحجر وبتقول ده هو كل اللي أنا محتاجاه. وبعد كده بيدخل عليها شخص مريب ووشه مليان بالدم وبيقول لها هو أنت ليلى هيلدجار؟ وهي بتترعب جدا أول لما بتسمع صوته، وهي بتقول له لا مين دي؟ أنت ممكن تكون جيت للشخص الغلط. وهي هنا بتحاول تضحك عليه وهو بيقول لها لا اظن ان انا شفتك قبل كده. وهي بتقول في بالها طب ما ده انت متاكد؟ هو انت ليه بتستفزني حتى في الاخر؟ وبعد كده انت هتقتلني. وهي بتقول له خلاص انا عندي اللي عايز اقوله لك. وهو بيقول لها انت عندك وصيه؟ وهي بتقول له حاجه زي كده يعني. وهي بتقول من فضلك اعفو عن حياتي. وهو بيقول لها انا بكره ده جدا. وساعتها بيطلع سيفه علشان يخلص عليها. وهي بتقول له استنى لحظه، انت ما سمعتش المثل اللي بيقول لك عدو عدوك صديقك؟ في الحقيقه انا كنت بكره افراد العيله دي بشده، وده معناه انك مش هتندم لو انت عفيت عن حياتي. وساعتها هو بيقعد يفكر وهو بيقول لها هو انت عايزه تعيشي بشده كده؟ وهي بتقول له ايوه انا فعلا نفسي اعيش. وهو بيقول لها خلاص خلي كل دماء هيلدجر اللي ماشيه في عروقك دي تتوقف. لو انت عملت كده فانا هكون حريص على ان اسيبك تعيشي. وساعتها هي بتقول في بالها ده بيهزر مزاح تقيل في الوقت ده شكله كده بيتريق عليا. وبعد كده بتقول له طب اسمعني بس، انا ممكن اطرح عليك سؤال اخير؟ يا ترى هيحصل ايه؟ يا ترى هيحصل ايه لو انا حاولت امنع الحادثه بتاعه وفاتك دي قبل 10 سنين من دلوقتي؟ لو انا عملت كده يا ترى انت هتعفو عن حياتي دلوقتي؟ وهو بيقول لها انت لو بذلت جهدك ولكن انت مش هتقدري توقفيها. وبتقول له لا. تقول في بالها ده معناه ان الجهد لوحده مش هيكون كفايه. وهي بتقعد تبكي ولكن شكلها بيكون فيه كبرياء. وهي بتقول في بالها بكل غضب ده بيطلب مني ان اسحب كل دمي وبيقول ان كل جهودي هتكون من غير اي جدوى. الشخص اللعين ده مش ناوي خالص اللي هو يسيبني حيه. وهي بتقول له معلش في اخر حاجه انا عايز اقولها لك. وهو بيقول لها انت بتتكلمي كتير كده ليه؟ وهي بتقول انت بتدرك انك الشخص السيء مش كده؟ وهو بيقول لها ايه؟ وهي بتقول له كان من المزعج جدا ان اقابلك، خلينا ما نشوفش بعض مره تانية. وساعتها بتقول له بتعبير كلها ثقه انت شخص ذو روح مكسوره. وهي بتقول في بالها انا هقول كل حاجه قبل ما امشي. وساعتها هي بتبلع الحبايه وهو بيلاحظها وهي بتتألم كتير جدا وبتقع على الارض. وبتقول في بالها كان المفروض انه يكون الألم بالشدة دي، ولكن استنى بس انا لو فضلت عايشة ده هيكون احسن بكتير، علشان كده ارجوك استنى. وبعدها هي بتقول انا مش هقدر اهرب من الراجل ده. وبتكون مغمضة عينيها وبتقول الموت اللي انا بتمناه كان دايما زي ما انا عايزة، في غرفة دافية وواسعة بستمع لمقطوعة موسيقية كنت بحبها كتير بين عيلتي، وانا هواجه اللحظات الاخيرة ساعتها وانا مبسوطة جدا. ولكن السبب في عدم إمكانية التحقيق ده كان واضح جدا، وده لأني أنا ما عنديش أي دم أو حتى دموع، وده لأني كنت الابنة الشريرة للشرير الرئيسي. كل مصايبي بدأت في البيت بتاع الوغد ده. في يوم من الأيام أنا كان عندي 10 سنين، وساعتها هي شافت أبوها وهو ماسك عيل صغير، وهي بتقول له هو مين الطفل ده؟ وأبوها بيقول لها ده مش شخص يستحق اهتمامك. وساعتها بيضربه علشان يمشيه، ولكن بتلاحظ اللي هو جميل جدا، وهو ساعتها بيبص لها وهي بتقول في بالها ده جميل أكتر حتى من الدمى. ولكن هي لما قابلته أول مرة هي كانت مهتمة بمظهره الجميل اللي شبه الدمية ده، وبعد كده تم إلقاء الصبي ده في الزنزانة. دافع الفضول البنت نزلت الطبق السفلي علشان تشوفه، ولكن سمعت صرخة مزقت الحنجرة بتاعته وهي حست بالخوف من ريحة الدم الفظيعة. وساعتها هي طلعت تجري على طول، وبعد شوية وصل خبر وفاة الولد ده. ولما أنا كنت صغيرة بعد الحادثة دي ده كان كابوس بالنسبة لي وظهر في أحلامي لكذا سنة ورا بعض. وبعد 8 سنين خبر ولادة البطل اللي هيختم الروح الشريرة ظهر، وده خلى العالم يهتز. وبسبب التشابه اللافت للنظر
كنت مقتنعة بان البطل ده هو الولد اللي جه للقصر بتاع الماركيز، ولكن ما حدش صدقني، وكان الرد ان هما ما يعرفوش حتى بوجود الطفل ده. وبنشوفهم هما بيتريقوا عليه وبيقولوا ازاي لطفل ميت انه يرجع ليلي، هو انت فقدت عقلك؟ وبعد سنتين بالظبط، وبعد ما انقذ البطل العالم من خلال ختم الروح الشريرة، ظهر في قصر هيلدجار، وساعتها هو قتل كل اللي فيه حرفيا، وده علشان يحصل على انتقامه. وبعد كده بنشوفها وهي بتفتح عينيها وهي في جسم بنت صغيرة، وبتقول ايه ده؟ حجر العودة ده نجح. وبنشوف ان الحجر ده كان حجر اصل للرجوع بالزمن، وهي بتمسك البناية وبتشوف شكلها وبتقول انا فعلا رجعت. الوش ده كان قبل 10 سنوات، وهي بتقول في بالها انا قبل ما اموت خاطرت بحياتي علشان احصل عليه، وانتهى بيها الموضوع باستخدامه، ولكن ده كان واحد من العناصر اللي سرقها ابويا، ده الكنز الغامض اللي بيتقال اللي هو بيرجع الشخص اللي بلعه للماضي، ده اسمه حجر العودة. وفي البداية أنا كنت ناوية إن أفضل عايشة من غير ما أستخدم حجر العودة ده، وبعد كده أبيعه علشان أجمع شوية فلوس، ولكن أنا ما قدرتش أعمل كده لأن ده بيحافظ على أغلى حاجة وهي حياتي طبعا. وهي بتقول على كل حال في القصر ده في كتير جدا من الحاجات اللي تساوي كتير من الفلوس، حتى في غرفتي لو أنا فضلت هنا في العيلة الشريرة دي فمن الواضح إن أنا هتقتل على إيد اللقيط ده. على كل حال أنا ما كنتش عايز أعيش في المكان ده أصلا، المكان ده بيعاملوني فيه كأني غبية، وفعلا بتلم شنطها وبتسرق الحاجات من بيت أبوها وبتقول خلاص أنا حصلت على كل حاجة، مع السلامة يا عيلة شريرة يا لعين أنتوا، أنا هختفي تماما، علشان كده واجهوا المستقبل بنفسكم. ولكن بنشوفها في نفس المشهد قبل كده وهي بتصحى تاني في سريرها وهي صغيرة، وهي بتقول ايه؟ انا ما قدرتش اهرب في العودة الاولى، انا هربت بالمجوهرات واتقتلت على ايد سواق كان عايز الفلوس بتاعتي، انا لما كنت صغيرة ادركت ان الخطر الهروب لوحدي، وفي العودة التانية انا هربت لما بلغت السن ال16، ولكن مفيش فايدة برضه، انا هربت المملكة بعيدة عبر البحر وما كانش اي حد عارف وجودها اصلا، ولكن ده قدر انه يوصل لها وكمل انتقامه من عيلة الماركيز هيلدجر، وانا قصدي هنا على البطل طبعا. وبالنسبة للعودة الثالثة انا اخترت الجواز، ودي كانت الطريقة الوحيدة للتخلي عن لقب هيلدجار، ولكن حتى ده ما كانش ليه اي فايدة لانه جالها وقتلها تاني، وبغض النظر عن مدى كفاحها طالما ان هي ما صاحبتش دماء هيلدجار زي ما قال هو مش هيسامحني ابدا. الوغد اللعين ده. لحظة واحدة يا شباب علشان القناة التانية اتقفلت، فياريت تساعدوني ابدأ من جديد في القناة دي، واللي حابب يدعمني يا ريت يشترك في القناة ويعمل لايك للفيديو ده، وفعلا ده هيفرق جدا في انتشار الفيديو، وعلشان رأيك يهمنا فيا ريت تسيب لنا كومنت برأيك وتقول لنا اذا كان عجبك ولا في اي حاجة محتاجة نحسنها. وما تنسوش يا شباب اللي هيشتركوا دلوقتي هيكونوا الاوائل في القناة هنا، وطبعا هيكون ليهم معزة خاصة جدا عندي. وفي الاخر شكرا لكم ويلا نكمل حكايتنا. وبعد كده بنروح للعودة الرابعة وهي بتقول في بالها يا ترى انت حاسس براحة تامة لما انت بتعصر عليا وتقتلني بالطريقة البطيئة دي؟ اكيد انت حاسس انك هتطير من السعادة دلوقتي، مهما عملت في الاخر انا كده كده هموت من غير اي جدوى، يا ترى انا لازم اعمل ايه؟ يا ترى ايه الفايدة من كل ده؟ وساعتها هي بتقول يا انستي طلب سمو الماركيز انك تحضر المكتبة على الفور، والخادمة اللي بتقول لها كده وفعلا بتروح للماركيز وهو بيقول لها بيقولوا انك فقدت عقلك الايام دي، انت لو ما كنتيش عايزة انه يتم طردك فانت على الاقل لازم تعتذري او قولي اي حاجة. وهي بتقول يا بابا هو انت ليه بتعمل كل ده؟ انت بتقتل الابرياء وبتتعامل مع الناس على انهم ولا حاجه، وانت بتجيبهم هنا وبعد كده تقتلهم بسرعه، هو انت ليه اخترت انك تعمل الهبل ده كله؟ وهو بيقول لها يا ليلى هيلدجار، وهي بتقول له ايوه هي الهيلدجار اللعينه دي، هو انا ليه اتولدت في هيلدجار اصلا؟ انا مهما عملت فانا مش هنجو، حتى لو مشيت من البيت او اتجوزت او عملت اي حاجه انا لسه بنتك، بغض النظر عن اللي انا عملته انا مش قادر اغير الحقيقه دي. يا ترى تعرف الطريقه ازاي الواحد يسحب بيها الدم؟ هو قال اللي هو هيعفو عن حياتي لو انا تم سحب كل دماء هيلدجار مني، لو انت كنت عارف الطريقه قولي ارجوك اسمحني اللي اعيش، انا نفسي اعيش فعلا، الموت مؤلم جدا وانا بتألم. وابوها بيقول لها ايوه شكلك كده بتتألمي كتير، وهيكون من الافضل انك تقضي فتره نقاهه في الفيلا الواقعه في الجنوب.
وساعتها هو هنا قرر اللي هو يحبسها. وبعد 10 سنين بنشوف نفس البطل راح علشان يقتلها مرة تانية، ولكن هي بتضحك في وشه المرة دي وبتقول له أنا فهمت، أنا أعترف بده. وساعتها هو حتى مش بيسيبها تكمل كلام وبيقطع راسها. وبعد كده بنروح للحضار الخامس، قصدي يعني حياتها الخامسة. بتقول الوش ده أنا مش عايز أشوفه تاني، أنا عرفت إن أنا مش هقدر أهرب بمجرد ما أتجنب ده. وساعتها شكلها كده بتكون اتجننت وبتقعد تضحك زي المجنونة وبتقول خلاص خلينا نتقابل مبكرا المرة دي، روح المكسورة أنت، أنا مش هسيبك المرة دي. وهي بتقول في بالها مفيش أي وقت علشان نضيعه المرة دي، قبل ما التقي بالشخص ده وقبل ما يعاني من اضطراب الشخصية بتاعه ده خلينا ننظم أفكارنا. وهي شكلها كده بقى بيكون شرير وبتقول أنا قبل ما أرجع المرة دي كان عندي شوية وقت علشان أستجمع أفكاري، وده طبعا لأني كنت معزولة في الفيلا. ولما أنا فكرت في الوضع الحالي والحقيقة اللي أنا عارفاها، أنا الأول قعدت أكرر الماضي كذا مرة. وهي بتقول يا ترى إيه هي شروط العودة للماضي؟ أنا كل مرة بقدر فعلا نرجع، بس يا ترى أنا هقدر أرجع كم مرة؟ يا ترى العودة للماضي ممكنة أصلا في حالة الوفاة الطبيعية؟ ده أنا لو حتى عشت لحد سن 90 وموت على كل حال. بما إني عارفة التفاصيل فأنا هحرص على إني أنقذ نفسي علشان أتجنب الموت غير الضروري ده، وفي احتمال إن يكون ده هو آخر رجوع ليا. وثانيا توقيت العودة للماضي ثابت وهو 11 مايو سنة 332، وده على حسب تقويم المملكة، والساعة 6 بالليل بالظبط. المكان دلوقتي هو غرفة النوم على السرير، وده مش هيغير الوضع أبدا في المستقبل. وده معناه إن تالت حاجة من المستحيل تماما منع اللي بيحصل. والحادث اللي أنا بتكلم عنه ده وهو لما أبويا حرق دار الأيتام اللي كان بيت الطفل ده، وبعد كده جلب الشخص اللي كان فيه، وده خلاه يعاني من اضطراب في الشخصية. وبحلول الوقت اللي أنا برجع فيه أول لما بفتح عيني بيكون دار الأيتام أصلا اتحول لرماد، وحتى لو أنا مت 100 مرة ورجعت بالزمن فأنا مش هقدر أغيره مهما حاولت. علشان كده خلينا نعدل قدام. وبنشوفها وهي رسمة خطط وعمالة تكتب لا على الحاجات اللي مش هتقدر تعملها. وبتقول رابعا اللحظات اللي بتسبق الموت مباشرة دي أو حتى أثناءه دي أنا ما بقدرش أنساها، وده فعلا حاجة كويسة جدا بشكل كبير. أنا لو ما كنتش عارفة هدفي فأنا كان هيجن جنوني من زمان جدا. قال يعني ما اتجننتش. وهي بتقول في بالها في حد في العالم ده يقدر اللي هو يمر عبر الموت أكتر من مرة، كمان يفتكر كل ذكرياته وآلامه بشكل كامل من غير ما يتصاب بالجنون. ترى هيحصل ايه لو كان فيه؟ انا دلوقتي شكلي هعتني بيه وكأنه اخويا. مفيش اي حد هيموت كذا مرة في المقام الاول. على كل حال اهم حاجة دلوقتي هو ازاي انا مش هموت بعد 10 سنين. وهي هنا بتفتكر اللحظة اللي كل شوية اقتلها فيها، وهي بتقول في بالها اعتقد ان ده كل المتبقي دلوقتي، خلينا نمشي دلوقتي. وهي هنا بتكون حضرت الخطة وبتقول يا بابا يا ترى انت وصلت؟ وهو بيقول لها ازيك يا بنتي؟ وهي بتقول له انت اكيد تعبان بعد ركوبك العربية لفترة طويلة مش كده؟ وهنا بيكون الأب ماسك الولد الصغير، والبنت بتقول يا ترى أنا لازم أطلب من الخادمة اللي هي تحضرك ماء الاستحمام. والأب بيقول لها لا أنا قبل ده أنا لازم أخد لي شوية شاي سخن الأول. وهي بتقول في بالها أنا فعلا بتساءل كم عدد الإخوة غير الأشقاء اللي بيعيشوا في القلعة دي. أنا فعلا ما فكرتش فيهم أبدا كإخوة. على كل حال دول مجرد أشرار صغيرين. وبعد كده الإخوة دول بيتكلموا بيقولوا يا بابا هو إيه ده؟ هو ده فعلا شخص؟ وبطلتنا بتقول في بالها أخيرا أنت هنا، ده شكله عامل زينا، ده مش مختلف عننا خالص. وفي واحد بيقول هو أنت غبية؟ ده مجرد شيء قذر. وساعتها هو بيضرب الولد. وهي بتقول في بالها هو أنت قصدك على الشخص ده هيقتلنا كلنا. والولد أول لما بيبص لها هي بتخاف جدا، بتقول أنا قلبي عمال بينط في مكانه بشدة الخوف، وده لما أنا شفته لأول مرة. بس في الوقت ده في حياتي الأولانية هو كان شكله جميل، ولكن دلوقتي قلبي مش قادر بسبب الخوف. وبعد كده الأب بيضربه تاني وبيقول ده مش هيستحق اهتمامكم خالص، يلا احبسوه في القبو. وهي بتقول في بالها حتى لو انا عرفت ان الراجل ده مجنون ولكن ده مش هيكون كفاية. وساعتها هي بتقول في بالها لا استنى، وهي بتقول دي ممكن تكون فرصتي. وساعتها هي بتقرب من الولد وبتقول له اعذرني، وساعتها هو بيبص لها بكل خوف. وهي بتقول ايه العيون دي تاني؟ دي حاولت دايما تقتلني، ولكن خلينا نشوف ده بشكل صحيح دلوقتي. انت مجرد طفل تم احضاره للقلعة،
بمجرد ان اعمل كل اللي اقدر عليه علشان اتجنب مقابله الشخص اللي هيقتلني ده لو هو شافني. وساعتها هي ما كملتش الجمله، هي بتقول له استنى، هو انت بخير؟ وهي بتحاول تبتسم في وشه، وده على اساس تساعده يعني، وبتمد له ايديها علشان تقومه، ولكن فجاه هو بيضرب ايديها دي وهي بتقع على الارض بكل خوف. وساعتها الاب بيقول له انت في ورطه دلوقتي، اضربوه لحد لما تخرج الكلمات من بقه، وده علشان ارتكب خطأ مميت زي ده. وهي بتقول في بالها ايه، لا لا، وبعد كده بتجري على بابا بتقول يا بابا، وهو بيقول لها انت بتعملي ايه؟ وهي بتقول في بالها انا لازم اقول له اللي هو ما يعملش كده، بس انا حاسه ان الحلق بتاعي مسدود. انا في العوده بتاعت الرابعه كنت بصراحه في مزاج لقتل نفسي لو انا اضطريت لده، بس هو قال اللي هو هيعفو عني لو انا استخلصت كل دماء هيلدجار. ومع ذلك انا كان عندي فكره ساذجه بان ابويا مش هيعمل كده بيا، ولكن ابويا سابني مسجونه في الفيلا الجنوبيه وامر الخدم ان هم يقتلوني، وده لو انا ما اظهرتش اي علامه من علامات الندم. وساعتها انتابني خوف مختلف عما حسيت بيه لما واجهت شخص بيعاني من اضطراب في الشخصيه، شعور غامض بان كلمه واحده من ابويا ممكن اللي هي تقتلني في اي وقت وفي اي مكان. كمان الخوف من الشرير المجنون اللي ما بيرحمش حتى لحمه ودمه. من الصعب جدا حتى ان اقول حاجه تافهه زي دي، ولكن ده طلب مغفرة مش أكتر. دي فعلا حاجة بتؤلمني جدا. ولكن في مشهد غريب عكس كل التوقعات بتاعتنا، بنشوف الأب بيروح لبنته وبيحط إيده على دماغها وبيقول لها هو أنت مش بتحب إن أضربه؟ هو أنت مش عايزاني أعمل كده؟ وهي بتقول في بالها إيه، هو ليه لطيف معايا فجأة كده؟ وهي بتقول له أيوه. وهو بيقول لها ليه؟ هو أنت حاسة إنك حاسة بالأسف عليه؟ وهي بتقول له أيوه. والأب بيقول خلاص أنا فاهم اللي أنت بتحس بيه على الرغم من الشفقة عديمة الفايدة دي، ولكن دي عاطفة موجودة عندنا كلنا. ولكن يا ليلي فكري في الموضوع، هو اعتدى عليكي وده معناه اللي هو أصدر تحدي ليا والهلدجار كلها. وهو بيقول لها مع ذلك أنت مش عايزاني إن أضربه؟ وهي بتقول في بالها يا مجنون، الاعتداء ده صفع على الكف بس، ده اللي ألحق العار بشرفك وشرف عيلتك كلها. وهي بتقول يا ترى انا لازم اقول له؟ يا ترى لازم اعمل كده؟ وهي بتقول له لا مش كده. وبيقول لها طب ايه يا ترى انا لازم اعمل ايه؟ وحد بيقول خليك قاسي، اضربه، ما تتوقفش عن معاقبته لحد لما يدرك خطيئته، لان دي هي طريقه الدجار. وهي بتقول في بالها ده بنفس الطريقه القذره اللي انت كنت بتعملها دايما. وبنشوفها وهي مضطربه جدا وابوها بيقول لها كويس جدا، وشكلي هي اللي قالت كده. وهو بيقول لها ما تنسيش ابدا اللي انا قلته لك دلوقتي، ما تخلينيش احس اني اب سيء. وهو بيقول للحارس خده يلا، وفعلا الحارس بياخده. وهي بتقول كده خلاص انا كده اتقضى عليا. وده لما بتبقى في اوضتها لوحدها وبتقول دي كانت خطه نكسه برضا الشخص ذو الشخصيه المضطربه دي، ولكن انا ضامنه ان انا هفضل على قيد الحياه، ولو هو جه في القصر في المستقبل انا بدلا من ده كانت النتيجة عكسية تماما، وده بسبب اللي حصل دلوقتي. انا كنت بعتقد ان من السهل جدا فتح قلب طفل صغير، ولكن ده انا كنت مخطئة خالص. وقصدها هنا بفتح قلبه يا شباب اللي هو يفتح لها قلبه يعني لانها تكون صديقته وكده. وهي بتقول لفترة من الوقت فكرت في الموت وان ارجع مرة تانية، ولكن ده مش هيضمن لي ان انا هرجع للحياة. وساعتها بتاخد حاجة وبتبقى عايزة تهرب، وبتقول علشان كده في الحياة دي انا هعوضها بقدر اللي اقدر عليه. انا ما كنتش عايزة ابدا ان ارجع للزنزانة دي مرة تانية، انا لو تم القبض عليا فانا هكون في ورطه كبيره جدا. وبعد كده بتروح للسجن فعلا، والحارس بيشوفها وبيقول ايه الانسه ليلي، وهي بتقول في بالها لحسن الحظ هانز هو اللي بيكون بالحراسه المره دي زي ما هو متوقع. وهي بتقول له ازيك يا هانز، وهو بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ وهي بتقول له انا عايزه بس ادي شويه دواء للطفل ده، وكمان انا ما حصلتش على اذن من ابويا، ولكن انا مش عايزه هانز اللي انا بحبه يتحول لقاتل. وهو بيقول لها ايه انت بتقولي ايه؟ وهي بتقول له هانز انت اللي ضرب الطفل ده مش كده؟ وده كان بأوامر من ابويا. وبعد كده بتقول له بوش بريء هانز اب صالح ولكن ضرب طفل بريء لحد الموت، ودي حاجة وحشة بما فيه الكفاية، مش انت برضو تظن كده؟ وهو بيقول لها ولكن. وساعتها هي بتبص له ببراءة وبتقول ده دواء شفاف علشان كده مش هيسيب اثر كبير، وكمان انا هخرج خلال دقيقة واحدة علشان كده ارجوك يا هانز. وهي
بتقعد تبص له بعيونها البريئة، وهو بيقتنع في الآخر. وهانز بيديها المفتاح وبيقول لها هيوصل مناوب جديد بعد ساعتين، علشان كده انت لازم تمشي قبل الوقت ده. وهي بتقول له حاضر ما تقلقش، وهي طبعا بتكون حاسة بالإحراج، وهي بتقول يا ترى أنا ممكن أحصل على شوية مصابيح كمان؟ وهو بيقول لها خلاص تمام، علشان كده خلصي بسرعة. وفعلا هي بتخش للزنزانة وبتشوف الولد اللي مرمى على الأرض من كتر الضرب ومليان بالجروح، وبتقول ده فظيع، ده إنسان بيعذب طفل بالطريقة دي، وكمان الطفل ما اعترفش أبدا بإنه أخطأ، وده لحد لما وصل للحالة دي. انت كمان قاسي جدا، علشان كده انت اكيد هتكون البطل بعد كده، ولو انت ما قتلتنيش انا ممكن كمان اكون من العجبين بيك. افترض ان ده عديم الفايدة في الوقت الحالي. وهي بتقول في بالها بس ازاي انا هاكله الاعشاب دي؟ ده ممكن يكون فاقد الوعي، علشان كده هو مش هيقدر يبلعها. انا ممكن افركها بايدي وانا اديها له، ولكن هي بتحطها في بقها، بتقول ان دي هي الطريقه الوحيده. وهي بتقول له ده شيء انا اعتدت ان اكله، ولكن ده مفيد جدا للجسم، علشان كده انت لازم تاكله وخلاص. وهي بعد ما بتفركه ليه بتحطه له في بقه، وهي بتقول انا عارفه ان الموضوع مش مريح، ولكن انت لازم تتحسن حالتك الاول. وبتقول في بالها بالمناسبه من المضحك ان يكون في شخص صغير جدا يبقى كبير كده في 10 سنوات بس، ده انا لو حتى قلت لكل الناس حواليا محدش هيصدقني. وبعد كده بتقول خلاص انا كده عملت اللي عليا، انا لازم ارجع وارتاح، انا مش تعبانه وبس، ده انا كمان حاسه بالدوار. اعتقد ان السبب في ان متوتره مش اكتر. ولكن فجاه هي بتحس بحاجه، وبنشوف الولد ده وهو ماسكها من رجلها، وهي ساعتها بتخاف جدا. وهي بتقول في بالها ايه هو مسك رجلي دلوقتي؟ وساعتها بتقول له ازيك؟ انا بقول لك كده في الحاله دي اكيد ده هيكون سوء فهم، ولكن انا ما عملتلكش اي حاجه وحشه، انا بس جبت لك شويه ادويه. وساعتها هو بيتف الدواء ده، وساعتها هي بتتضايق جدا وبتغضب منه، بتقول له انت ليه عملت كده؟ ده كان سمين جدا. هو انت بتعمل كده علشان انا اللي مضغته يعني؟ هو انت عارف ان بقي نظيف قد ايه؟ وهو بيقول لها هو انت ليه بتعملي كده؟ انت ليه بتعملي حاجات عديمه الفايده في كل مره؟ وهي بتقول ايه كل مرة؟ هو قال كل مرة دلوقتي صح؟ هو أكيد اتعرض للجلد بسببي، بس يا ترى كان في أي حاجة اللي هو يتف الدواء اللي أنا اديتهوله؟ ده أنا ممكن أكون خايفة جدا من إن أتعرض للأذى من شخص مجنون، ولكن أنا خاطرت بحياتي. وهو بيفضل ماسكها وبيقول لها أنتي. وساعتها هي بتقع على الأرض وبتقول في بالها أنا كده في ورطة، ودلوقتي هو بيتدخل مع مظهره البالغ، أنا جسمي كله مش بيتحرك زي ما عايزة. وهي بتقعد تقول في بالها لا انا كده لازم استمر في ان اواجه الشخصيه دي تاني، ما انا مش هقدر اعمل كده، لو انا كنت خايفه جدا انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل. وبعد كده هي بتقول له سيبني، وهي بتقول له انا قلت لك سيبني حالا، وهي بتزعق له. وساعتها هو بيسيبها، وهي اول لما بيسيبها بتطلع تجري والحارس بيشوفها، ولكن هي بتجري من غير ما تبص وراها، وبتقول في بالها انا خايفه جدا. كل اللي انا بخافه هو الشخص اللي بيعاني من انهيار في الشخصية ده، واللي انا هقابله بعد 10 سنين من دلوقتي. مش المفروض ان ده طفل محبوس في الطبق السفلي؟ لا انا شكلي كده غلطانة. بعد كل حاجة هو نفس الشخص، واول لما يكبر الطفل الصغير الضعيف ده هو اكيد هيقتلني. وهي بتقعد تقول في بالها ان الموضوع ده غير عادل جدا، وبتقعد تضرب في المخدة وبتقول ولكن انا حاسه بالبؤس والغضب، بدل من الانتقام من اللقيط اللعين ده انا ممكن افضل على قيد الحياة من خلال محاولة الظهور بمظهر كويس، ودي هي الطريقة الوحيدة اللي انا ممكن فعلا اعيش هنا. وساعتها لما بتضرب الحيطة ايديها بتتكسر، وساعتها بتقعد تصرخ طبعا، وهي بتقول انا لسه عايز اعيش، ولكن يا ترى انا لازم اعمل ايه؟ حتى لو كانت دي هي الطريقه الوحيده اللي اعيش بيها، ولكن انا استفدت، انا فضلت اعيط كتير جدا، انا بقي وجعني وعينيا بتوجعني وراسي حاسس بالدوار، خلينا ننام دلوقتي، لان البكاء بالطريقه دي ده مش معناه ان الطفل هينجو. وهي بتقول في بالها انا لازم افضل عايشه، ده هو اللي انا وعدت بلارا. وساعتها بتصحى تاني يوم بتقول امبارح ده كان يوم بائس جدا، ولكن النهارده اشرقت شمس جديده، وده معناه ان انا لازم اناضل مره تانية علشان افضل عايشه. ولكن اعتقد ان انا سمعت شخص بيقول حاجه اثناء نوم الليله اللي فاتت، يا ترى ده كان حلم؟ انا معرفش، ولكن ده مش مهم دلوقتي. يا ترى هينجح كفاحي علشان العيش في الحياه دي؟ وبعد كده بنعرف ان الطفل عاش ومن بره شكله امن جدا، ومن قبيل الصدفه ابويا بدا يهمله، وانا قدرت ان اخش واخرج من الزنزانه من غير ما حد يلاحظني، وهي كانت كل شويه تجيب له اكل وكمان دواء، وكمان هي وفرت له الاعشاب المفيده علشان يتشفي.
وهي بتقول على كل حال رغم النظر لمدى رعبي وخوفي منه، ولكن انا ما اظهرتش ده خالص، انا استقبلته بابتسامه واتكلمت معاه واتحققت علشان اعرف اذا كان هو لسه بيكرهني ولا لا، ولو ما كانش العدو هو اللي قتل ابوك وامك فانت مش هتقدر غير اللي انت تحبه. وبعد جهود كتير جدا حصل التغيير اخيرا، والشخص ده ذو الشخصيه المكسوره بقى يكرهني اكتر من الاول وبشكل مكثف جدا، ولكن هو ما خدش اي حاجه من اللي انا جبتها له. فعلا الموضوع صعب جدا، انا قادره ان اشوف ده المستقبل اللي انا هموت فيه واضح قدامي دلوقتي. وبعد كده حد بيقول انا بفكر ان اروح للصيد النهارده، وشكل ده بيكون الاب. وساعتها بطلتنا بتستغرب جدا وهو بيقول مش هيكون في اي تأخير في البدء، علشان كده انا عايزكم تجيبوا اللي هم هيتبعوكم مسبقا. وهي بتقول في بالها هو ازعج نفسه بالاتصال بالكل النهارده وكمان جمعهم، ودي كانت هي النقطة الرئيسية. وكمان ده هيبقى صيد، ونشوف الاخوات بيكونوا مبسوطين جدا وبيقولوا ايه ده صيد؟ ترى عدى وقت قد ايه من ساعة المطاردة الأخيرة، أنا هصطاد خنزير بري بكل تأكيد. وبطلتنا بتقول في بالها هم مش عارفين إذا كانوا حتى يتم اصطيادهم في المستقبل ولا لأ، هم ليه بيحبوا يعملوا ده كتير كده؟ في أحسن الأحوال إطلاق حيوان في وعاء وإطلاق النار عليه بسهم مش هيكون كفاية. وهي بتقول إيه؟ سهم؟ استنى، مستحيل، ده كان النهارده، الطفل ده اكيد هيموت النهارده. وهي بتقول في بالها دي فعلا حاجه مثيره للسخريه، انا ازاي نسيت النهارده؟ انا شكلي كده هغسل رقبتي واستنى اليوم اللي انا هموت فيه، انا ما عنديش طريقه علشان اعمل بيها اي حاجه. ولكن فجاه بتلمح واحد من الحراس بتقول استنى ده في طريقه، وفجاه بنشوفها وهي بتقول حلم اطاله العمر بيتحقق. وهي بتشوف الشخص ده وهو بيقول لها انا شخص مشغول وما عنديش اي وقت للمشاركه في مقالب السيده الشابه. وهي بتقول انا بتكلم بجد، وهو بيقول لها بس انا هيكون في كده كتير من المتاعب، وانت بتطلبي مني ان اسرق السوار اللي بيخص المركيز؟ وهي بتقول له ايوه انت تقدر تعمل كده. قال ايه يعني بتشجعه؟ وهو بيقول لها ايه المساله دي مش مساله امكانيه او استحاله. انت شكلك بتكرهيني كتير جدا، ولكن انا مش هيتم القضاء عليا بالطريقه الخرقاء دي. وهي بتقول له ما تسقش الفهم، انا فعلا نفسي بالهيل من اللي هو يشتغل بامان والفتره طويله في قلعه المركيز. وبعد كده هي بتستفزه بالكلام وكأنها بتهدده وبتقول له انا ما قلتش لابويا ان فيلهيل زور دفتر الاستاذ. وساعتها بيقول لها ايه هو انت بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ وبيعمل نفسه عليه مش عارف حاجه. وهي بتقول انا بتكلم عن التآمر مع مراتك في خريف العام الماضي، وده لكتابة دفتر استاذ مزدوج، وده كان فعلا مخيف جدا في الوقت ده، وده هو تمن اللهجه الوحشه، مش كده برضو يا فيلهيل؟ وساعتها هو بيقول لها يا ليلي يا انستي من فضلك ما تقوليش الحقيقه. وهي بتقول له بعيون بريئه انت مش محتاج انك تقلق، لو انت بس سمعت لطلبي فانت ممكن تجيبها لي مش كده؟ وساعتها بيقول لها انا فهمتك ما تقلقيش ارجوكي افضلي هنا لحظه. وفعلا هو بيخش لجوه وهي بتقول انا حاسه بالاسف على فيلهيل، ولكن على كل حال الحادثه دي هيتم الكشف عنها بعد 3 سنوات في معركه فوضويه، علشان كده من الافضل اللي انا استخدمه علشان انقذ حياتي. وبعد كده بتقول في بالها انا لقيت ده اخيرا. وبنشوف واحده من الخادمه بتقول يا سيدتي انت بتعملي ايه هنا؟ وهي بتقول ده هيروح لارض الصيد مش كده؟ وهي بتقول لها ايوه ده فعلا صحيح، ولكن هو ايه اللي بيحصل؟ وهي بتقول انا بحاول ان اركبه، وهي قصدها على العربه بتاعه الصيد. وبعد كده بنشوف الولد اللي اتقتل بالسهم ده موجود برضه في العربيه، وهي بتقول الموضوع لو مشي بشكل كويس فانا هفضل اراقبه. انا فعلا مبسوطه لان الموضوع بدأ بشكل كويس. انا قبل ما ارجع ولما انا سمعت خبر وفاة المريض النفسي ده اكتشفت السبب من خلال سؤال الخدم، واتقال اللي هو اقتاد لمنطقه صيد واتقتل سهم حاد ذو ريشه زرقاء، وانا طبعا مش عايز انه يتقتل. وليه اصلا يتقتل؟ انا كل اللي لازم اعمله هو اني اوقفهم، لو انا بقيت منقذه لحياته فهو اكيد مش هيكون قاسي معايا بعد كده. كل اللي انا محتاجاه هو الصور ده والموضوع هيكون فعلا ممكن. وبعد كده بنشوف الاخوات وهم بيستعدوا بيقولوا بسرعه يلا خلينا نخلص الاستعداد دي قبل ما يجي المركيز. وبنشوف واحد منهم ماسك الولد الصغير وبيقول له يلا اتحرك بسرعه. وبطلتنا ليلي واقفه تراقب الموقف كله وبتقول زي ما هو متوقع
دول هياخدوا للغابة، أنا فعلا هطاردك. وفعلا هي بتفضل تستخبى وتمشي وراهم، وبتقول في بالها لأي مدى هيتعمق لجوه الغابة كده. مفاجأة هو بيتوقف وهو بيقول له اسمع ما تفكرش. وهي بتقول ايه ده؟ هو بيقول ايه؟ المسافة بعيدة جدا وانا مش قادر اسمع اي حاجة بسبب الضجيج المحيط بينا. وبعد كده هو بيسيب الولد في نص الغابة وبيمشي، وهي بتستخبى طبعا بتقول ايه؟ انا ما قدرتش اسمع اللي هو قاله، ولكن على كل حال اعتقد ان انا اقدر اتحرك دلوقتي. وهو واقف هنا موطي راسه، هو مش عارف حتى ان ده هيكون قبره، علشان كده انا همنعه من انه يكون قبر ليه. وساعتها الولد بيلف وبيشوفها، وهي بتقول في بالها ايه؟ هو عارف ولا ايه؟ ده فعلا مستحيل، هي دي البدايه. والولد بيقول لها هو انت بتتدخلي وجايه وراها لحد هنا؟ وهي بتقول في بالها اعتقد ان مش ده كل حاجه. وهي بتقول له هي فين الغابه؟ قال ايه يعني بتساله على الطريق، وهو بيقول لها يلا امشي. وهي بتقول له طب لو انا رفضت؟ وهي بتقول في بالها ده حتى من السجن، هو ليه بيطلب مني ان اروح لاي مكان؟ انت شكلك غاضب، وده لان انا ما بقتش خايفه زي ما كنت قبل كده. ده شخص ذو شخصيه مكسوره بيبص عليا وكانه هياكلني في سجن كئيب، وانا ما كانش عندي الشجاعه خالص ان انا اعمل حاجتين في نفس الوقت. علشان كده انتهى بيا الموضوع بالعبث بطريقه سخيفه جدا، ولكن في الفضاء المفتوح والجميل ده مفيش اي حاجه تقدر تاثر عليا، وبالطبع ده مش مخيف خالص. قال ايه يعني مش مخيف؟ وهي اصلا شكلها مرعوب. وساعتها هو بيمد ايده ناحيتها، وهي بتقول لا انا لما بفكر في ده فده فعلا مثير للسخريه، انا اللي بيفضل يموت دايما، هو انا ليه بيبص لي بالطريقه دي؟ وهي بتقول له بالمناسبه هو انت اللي بتكرهني كتير كده، هو في حاجه غلط؟ يا ترى ده بسبب انك اتعرضت للضرب بسبب زمان؟ وهو بيقول لها لا انا مش بهتم. وهي بتقول له ايه؟ وهو بيقول لها ده مش بيهم خالص. وهي بتقول له انت بتقول ان ده مش مهم. وهو بيقول لها لا مفيش اي فايده من اللي انت بتعمليه ده، علشان كده استسلمي وقفي، لان مهما عملتي مفيش اي حاجه هتتغير ابدا. وساعتها هي بتنزعج جدا من كلامه، وهي بتقول له يعني ده معناه انك مش هتتوقف عن كرهي ابدا. وساعتها هي بتتضايق بتقول الوغد ده، بس استنى ايه ده في اشاره، والاشاره دي جايه من الصور طبعا. علشان كده هي خدته في المقام الاول، وفي ثانيه هي بتمسكه وبتنقذ حياته، وهي اللي بتاخد الضربه مكانه. وهي بتقول ايه؟ انا نجحت، انا فعلا نجحت. ولكن فجأة هي بتصحى تاني بتقول استنى وانا نجحت؟ دي سنة 332 في الإمبراطورية، ده 11 مايو. ايه مت مرة تانية؟ هو ده كده الانحدار السادس؟ يا ترى ممكن ان انا اكون مت متأثرة بالسهم؟ فيلهيل بيسرق زوج من الأساور اللي ممكن اللي هي تبعت إشارات باستخدام الصور، ولما تقرب مني مجموعة من الصيادين وكمان الشخص المريض العقل ده بيبعت لفيلهيل إشارة من خلال الصور، وانا ساعتها هرمي نفسي ويصيبني السهم نيابة عن الشخص المريض النفسي، وانا هبقى كده البطلة بتاعته، وهي بتتخيل اللي هي بطلة يعني. قال ايه كمان هو متأثر بيها، والشخص ذو الشخصية المكسورة هيتأثر بتضحيتي ليه ويفتح لي قلبه أخيرا. وهي طبعا أسات الفيلم تاني، وهي بتقول أنا كده هفضل على قيد الحياة لوحدي بعد 10 سنوات، وفي اليوم اللي أنا هبلغ فيه 90 سنة أنا هعمل حفلة كبيرة جدا في عيد ميلادي. ولكن دي كانت خطة مثالية، ولكن هيحصل ايه لو أنا مت هناك؟ أنا بالكاد أصابني السهم في ظهري، يا ترى واحد من الفرسان قطع راس عدو ب4 سهام عالقة في ظهري. ده بيحكوا ان واحد من الجنود عانق طفل في ساحة المعركة واتغرز 5 سهام في ظهره. انا ما كنتش محظوظة المرة دي، خلينا نروح مرة تانية. بس كويس لحد ما المرة دي أنا هشكل الموضوع من المرة الأولى بشكل كويس، ولو بدأ الشخص المصاب ده بانهيار الشخصية من جديد فبكده المفروض إن يتم يجره للقلعة. ولكن استنى لحظة، وفجأة بنشوفها وهي بتغمض عينيها وبتقع على الأرض، والخدم بيجروا بيقولوا يا سيدتي هو أنت بخير؟ وهي بتقول إيه؟ هو اللي بيحصل؟ مستحيل أنا مت تاني. وبنشوف الخادمة بتكون مستغربة جدا بتقول إيه؟ وساعتها طبعا بطلتنا بتقول استنى، على الأغلب لأ يا ماري، هو النهاردة يوم إيه بالظبط؟ وكم الساعة كمان؟ وهي بتقول لها النهارده 12 مايو ودي الساعة 10 صباحا. تقول أنا مش متأكدة، ولكن ده أغمى عليا في اليوم الأول، بالإضافة لده ده اليوم اللي 12 مايو الساعة 10. وساعتها هي بتقوم تجري، والخادمة بتقول يا سيدتي الشابة دلوقتي مش الوقت المناسب لده، ده دلوقتي هو في الطبق الأول. وبتقول لها إن كده رجع الماركيز. وساعتها بطلتنا بتجري على طول من مكانها بتقول إيه؟ أبويا رجع؟ أنا لازم أتقدم بسرعة، أنا مش هينفع أتأخر وإلا هيفوت الموضوع، أنا شكلي كده هكون مكروه جدا النهارده، انا هموت على ايد ابويا المجنون ومش على ايد الشخص المصاب بانهيار الشخصيه ده.
ولكن استنى، هو ليه بيعاملني بجد كده؟ يا ترى كان الموضوع اصلا كده اصلا؟ ومع ذلك انا مبسوطه، انا وصلت في الوقت المحدد، ولكن انا جيت من الموت. وهي بتكلم ابوها بتقول لها: يا بابا انا بعتذر ان اتاخرت عليك، انا جيت لك بسرعه لاني ما كنتش كويسه النهارده، يا ترى انا هتعرض للتوبيخ. وبتقول كده في بالها وهي بتشوف كل اخواتها بص لها، وهي بتقول: يا ترى انا اتاخرت قد ايه؟ ولكن بنشوف الاب بيقعد يضحك، وهي بتقول في بالها: ايه هو بيضحك؟ هو مش كان غاضب جدا لدرجه اللي هو فقد عقله؟ والاب بيقول: مذهل جدا، حتى بعد القيام بده انت جيت بسرعه علشان تقابليني، انا فعلا فخور بيكي جدا. وهي بتقول في بالها: ايه يا ترى هو ده الحل؟ يا ترى ده معناه ايه؟ وبعد كده بنشوف ان جسمها مليان بالدم وهي عماله بتنزف كمان، وعلشان كده كان ابوها بيضحك المجنون. وهي بتقول: ايه هو ده شبه اللي بيحصل ده؟ وايه ده؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه، هي ايه الدماء اللي على لبس دي كله؟ وهو بيقول لها: ده حتى بجسمك التعبان ده انت قطعت كل المسافه دي بخطوه واحده، علشان كده برك بوالديكي جدير جدا بالثناء، علشان كده انا هديكي امنيه واحده. وهي بتقول له: ايه اتمنى؟ وهو بيقول لها: ايوه، يا ترى انت في اي حاجه بتتمنيها؟ وهي بتقول له: اللي انا بتمناه. وبتقول: اكيد. وبتقول في بالها: انا كده لازم اركع واصلي علشان الشخص يعاني من انهيار في الشخصيه دلوقتي، وبما انه ارتكب الذنب فهو هيتوسل اللي هو يسمح له اللي يدفع الثمن لوحده. وعلى وش الخصوص لو قدم عرض اعتذار دامع علشان ما يقتلش ليلي خالص. وهي بتقول: بس استنى، يا ترى ابويا هيعمل ده اصلا؟ ده لما مجرد ما اقول كده انا اكون في السجن انا كمان، انا شكلي كده اضطر اروح للعلاج مره تانية. وهي بتقول له: وانا ممكن اقول لك بعدين، انا في الوقت الحالي مش قادره افتكر اي حاجه لاني مبسوطه جدا انك رجعت سالم يا والدي. وهو بيقول لها: ماشي اعملي كده. وهي بتقول في بالها: هي ايه الرغبه دي؟ انا اعتقدت اني هكون محظوظه بس اللي هو ما وبخنيش، ولكن هو ايه الهري الكامل ده؟ وساعتها بترجع لوضتها تاني وبتقف قدام المرايه وبتقول: ايه هو ده؟ ملوش اي معنى فعلا، ده وش شاحب زي وش طفل على وشك الاغماء وشعره خفيف، غير كده هو ايه الدم ده اصلا؟ يا ترى هو ده نزيف في الانف؟ يا ترى هو ده الشخص اللي انا لازم اشوفه دلوقتي؟ على كل حال البيت ده كلهم فيه مجانين اصلا. والخادمه بتقول لبطلتنا: يا سيدتي من فضلك كل شويه دواء، وبتجيب لها شويه شاي كمان، بتقول لها: ده مفيد جدا لاستعاده الطاقه، علشان كده انت لازم تشربيه من غير ما تسيبي قطره واحده بس وراكي. وهي بتقول: فعلا استعاده الطاقه مهم جدا، شكرا لك يا ماري، بس الاول انا لازم اغير ملابسي. وهي بتقول لها: انت ما تعرفيش قد ايه انا كنت متفاجئه النهارده. والخادمه بتقول: الماركيز لازم يرجع ويصحي السيده، يا ترى كم عدد نزيف الانف اللي اصابك؟ انت مسحت وشك وانت مستعجله، ولكن شكل كده كان فيه كتير جدا من الوقت علشان تغيري ملابسك. وهي بتقول: ده كان نزيف الانف بعد كل حاجه، ده شكل كده في حاجه وقعت عليه قبل ما يغمى عليا. وهي بتقول لها: شكرا ليك على عملك الشاق يا ماري، ولكن كان الموضوع افضل لو كان ده بسبب الملابس. وماري بتقول لها: انا ما اعرفش احنا بنتكلم عن ايه، ولكن انا مبسوطه ان الموضوع نجح معاكي على كل حال. وبطلتنا بتشرب الشاي بتقول في بالها: على محمل الجد صارت كل المواضيع النهارده على احسن حال، وده بفضل حقيقة ان ماري ما قدرتش تغير الملابس وانتهى بيها الموضوع للمغامرة وانا متغطاه بالدم، ولاني لفت انتباه ابويا وحصلت على حق التمني. وساعتها هي بتكح وبتقول: استنى، هو ايه نوع الشاي ده يا ماري؟ وماري بتقول لها: انا قلت لك ده شاي كويس لاستعادة الطاقة. وهي بتقول لها: لا، هي ايه المكونات بتاعته؟ وهي بتقول: ده من صنع رئيس الطهاة. وماري بتقول لها: انت ليه اتخطيت العشاء بتاع امبارح؟ وساعتها طاقتك انخفضت، انت كده لازم تشرب الشاي. وهي بتقول: ايه يا ماريا غبية، الموضوع مش اني اتصبت بنزيف الانف لاني ما اكلتش وجبة امبارح، ولكن ده علشان انا ما قدرتش اكل الاكل لاني انهارت اصلا. مش هيكون في اي فايدة في اني اشرح ده، ولكن هو انا فعلا فقدت الطاقة بتاعتي، ده انا اجريت فحص صحي على كل سنة، ولكن انا ما كنتش عندي مرض خالص، ده انا حتى لو رجعت انا مش بتصاب بمرض خالص، ده ما كانش موجود قبل كده. وهي بتشرب الشاي كله والشاي بيكون طعمه وحش جدا، وهي بتقول في بالها: شكله كده مرض نفسي ناتج على التوتر بتاعي، انا مت ورجعت للحياة كذا مرة، علشان كده من المستحيل ان انا ما كنتش متوترة. وبنشوف ماري بتقول لها: كويس جدا، انا هجيب لك الشاي في الوقت ده كل يوم. وهي بتقول: ايه
شاي تاني طبعا بسبب طعم الوحش، ولكن هي بتوافق، وماري بتقول لها غير كده مباشرة بعد الاستيقاظ أو قبل النوم أنا ممكن إن أجيبه ليكي. وساعتها هي بتقول لا ماري هاتيه لما يكون ده مناسب ليها. وماري بتقول لها أنت لازم تستلقي دلوقتي وتحصل على شوية راحة، ده برضه مهم جدا. وهي بتقول لها ماشي. في بالها كان الطعم فظيع جدا، ولكن فنجان الشاي ده كان دافي جدا، وعلى الرغم من ان المطبخ بعيد ولكن مش مشكله. وبتقول في بالها زي ما انت عارفه يا ماري انا لو تعرضت لحادث فانا هغض الطرف عن اي حاجه. وهي بتقول ايه حادث ليه كده بس يا سيدتي؟ وهي بتقول لا مفيش حاجة، على كل حال إذا كنت هتتسبب في حادث فاعملي كده على محمل الجد. وساعتها بتضحك وبتقول لها ايه الحاجات اللي انت بتقوليها دي؟ وهي بتقول في بالها السنة الجاية لما تسرق متعلقاتي من غرفة نومي وتهرب يا ترى انا هقول ايه؟ بس خدي غرفة تبديل الملابس كلها معاكي. وبعد كده بيعدي اسبوع وده بيكون الانحدار السادس. وهي بتقول هي ما راحتش ابدا للسجن وما شافتش الشخص اللي بيعاني من اضطراب في الشخصيه ده خالص، والمره دي ده ما كانش بسببي، ده ممكن كان في اي مكان تاني، ولكن انا كمان ما كنتش عايزه ان اقابله في السجن. وبدلا من ده في اللحظه المهمه حصل ده النهارده، قررت انقذ حياته وتسوية الموضوع خالص بقى، والمره دي انا كمان مش هموت. وهي بتكون استخبت في العربيه زي المره اللي فاتت، وبنشوف الحراس بيقولوا يلا الكل ينزل بسرعه وفكوا ربط الخيول. وبطلتنا بتكون مستخبيه بتقول ده مشي، دي كل حاجة مش كده، أنا كمان سريع جدا. ولكن فجأة هي بتشوفه قدامها وكمان باصص لها، وهي بتقول في بالها إيه هو ليه بيبص لي كده وأنا أتم القبض عليا؟ استنى أنا اتفاجئت كتير جدا. وبعد كده حد بيقول هو أنت ما سمعتنيش وأنا بقول لك اتحرك بسرعة؟ وساعتها بيضرب الولد جامد جدا في دماغه. ساعتها ليلي بتنزل من العربية وبتقول له أنت بتعمل إيه؟ وهو بيقول إيه البنت. وهي بتقول في بالها هو أنت ليه بتعامله بوقاحة كده؟ ده مش قادر حتى يتحمل على ظهره زي ما هو متوقع، ده مش بيمثل الأب مشكلة في العيلة دي بس، ولكن الخدم كمان برضه. وهي بتقول له اعتذر فورا، وهو بيقول لها ايه؟ وهي بتقول اعتذر للطفل اللي انت ضربته. وهو بيقول لها بس يا بنت الراجل ده. وهي بتقول ايه هو انت عايز تعتذر ولا اروح لابويا واقول له هقول له ان خاتم هيلدجار بيتجاهل كلامي؟ وساعتها طبعا هو بيترعب جدا وبيقول للولد انا اسف جدا، وفي الواقع انا ما قصدتش ان اضرب راسك، ولكن انا كنت بس بربط عليك مش اكتر. ولكن الولد بيقوله لا انت ضربته. وبقيه الخدم بيشوفوا اللي بيحصل وبيضحكوا عليه، بيقولوا انت شفت ده فعلا ممل جدا. وبنشوف الراجل ده متضايق جدا وبيقول على كل حال الوقت متاخر علشان كده تعالى ورايا. وهي بتقول في بالها انا من ساعه لما اديت القرار ده للعبد خفف حذره مني خالص، انا ما قدرتش اسمع اللي كانوا بيقولوا ساعتها، وده لانه كان بعيد جدا. خلونا نقرب شويه المره دي، حتى الشيء الصغير ممكن يكون تلميح. وفعلا هي بتقعد تتبعهم وبتكون واقفة قريبة منهم المرة دي علشان تسمع أي حاجة تتقال. والراجل بيقول له اسمعني كويس، ما تفكرش حتى إنك تمشي من الغابة دي، ولو خرجت من هنا. وهي بتقول في بالها ايه يا ترى هيحصل ايه لو خرج يعني؟ ما هو بيقول له هيتم استهدافك بالعشرات من الاسهم في وقت واحد. وهي بتقول ايه؟ والحارس بيقول له لو انت كنت مهتم بمعرفه عدد الاسهم اللي ممكن تضربك بيها مره واحده فانت ما تدورش كتير، انا فعلا فضولي جدا. والبنت بتقول شباب مجانين، يا ترى انا سبت التحذير للطفل ده انه يتجاوز 10 من عمره، من المحتمل ان دي رساله سابها ابويا. وهي بتقول في بالها الزباله الرهيبه ومثيره للاشمئزاز جدا دي، ولكن ما تتحمسش كتير جدا دلوقتي، خلونا نركز على الاشاره بس، انا لازم احفظه، ولو ده كان ممكن دي ممكن تصيب ذراعك اليسرى. وبعد كده اول لما بتنطلق الاشاره هي بتروح علشان تعمل زي المره اللي فاتت وتلحقه، ولكن المره دي هو اللي بيلحقها ويوقعها على الارض. وهي بتقول ايه هو ايه اللي حصل؟ ده مجنون، انا ما تعرضتش للضرب، ده خلانا اتهرب منه كمان، ودلوقتي كل اللي اتبقى عندي من الواضح اني اتهربت من ده، ولكن ليه اصابه السهم في ظهره؟ ده انا كده المفروض هيتم استهدافه بعشرات الاسهم في وقت واحد، انا فعلا كنت غبية جدا. وهي بتقعد تفتكر كلمات الراجل اللي هم هيضربوه باسهم اكتر، وهي بتقول شكل ابويا هنا النهارده، هو انت بتخطط انك تقتله؟ وهي بتقول في بالها مش هيتم اصدارها للترفيه بس، ولكن ده تم استهدافها علشان تكون لعبة النهارده، علشان كده انت مش هتخرج من الغابة زي ما قالك كبير الخدم، وكمان انت مش هتعرف ابدا امتى هيطير سهم تاني عليك لو استمر ده
فكده هيموت مرة تانية، وكمان أنا ده مفيش أي طريقة تانية غير دي، ولكن أنا لازم أنقذه وأنقذنا أنا كمان. وهي بتشيله وبتقول أنا ما عنديش أي خيار تاني غير الاصطدام المباشر مع أبويا. وهي بتقول ده تقيل جدا، انا حاسه وكاني انهار، ولكن انا لسه مش هقدر اتوقف دلوقتي، انا لو وقفت هنا هو هيموت تاني، يلا يلا شويه مش اكتر. وفعلا بتفضل تمشي بيه وبتروح لابوها، وهي بتقول ابويا انت قلت لي ان انت هتحقق لي امنيه، وانا هقول لك الامنيه بتاعتي دلوقتي وامنيتي. وهو بيقول لها يا ترى انت هتتمنى الامنيه هنا؟ وهي بتقول له ايوه. وهي بتقول له الطفل ده ارجوك انقذه. وساعتها هي بتقول في بالها انا قلتها دلوقتي، انا ما اعرفش ابويا هيعمل ايه. وبعد كده بنروح لمقر المركز هيلدجار، وبتقول في بالها ده راجل مجنون، انا كنت عارفه ان الموضوع كان سيء، ولكن ده كتير جدا، ده انا انهارت كده في مكان زي ده وسط الغابه. وبعد كده هو انت عايز تناديني اول لما اصحى؟ ده حتى لو انا ما قدرتش ان اصحى، ولكن ليه المكتب ده؟ المكتب بعيد جدا عن غرفه نومي، وكمان انا ما اعرفش ليه النوع ده من الاشخاص جه معايا. وفعلا هي بتتوجه ناحيه مكتب المركز، وبتقول في بالها على كل حال انا لازم على الشخص المصاب باضطراب الشخصيه ده اللي هو يقدر مجهودات شويه بقى. بس على كل حال دي هي قصه انقاذ الاب المجنون ده لحياتي. وبعد كده الخادم بيخبط على المركز وبيقول له انا جبتها لهنا، وهو بيقول خلاص خش. وهي بتقول له يا بابا هو انت ناديتني؟ وهو بيقول لها قربي. وهي بتقول في بالها انا فعلا بكره ده، انا بحس بالقشعريره بمجرد ان ابص لعينه، من حسن الحظ اللي هو ما حنطش البشر. وهو بيقول لها هو انت ليه عملت كده؟ وهي بتقول في بالها ساعتها يا ترى انا لازم اقول ايه؟ من الصعب الاجابه على السؤال ده لاني اصلا ما اعرفش مقدار اللي هو عارفه. يا ترى من الممكن ان ويل هيل ما قدرش اللي هو يستعيد الصور بتاع ابوه؟ والاب بيقول انت ركبت العربيه من غير اذن وكمان اتسللت للغابه، انا بسالك عن السبب. وهي بتقول في بالها لحسن الحظ هو فهم ويل الموضوع بشكل صحيح، وبتشوف ان ويل خد منها الصور في ثانيه، وده بشكل يبين اللي هو قال ايه يعني خاف عليها. وهي بتقول في بالها زي ما هو متوقع هو قادر جدا انه يختلس او يسرق بمنتهى السهوله. وهي بتقوله في الحقيقة ده بسبب الطفل ده، أنا ركبت العربية علشان أشوف الطفل وانتهى بيها الموضوع إني رحت للغابة. وهو بيقول لها أنت قصدك إن الطفل ده اللي أنت طلبت إنقاذه؟ وهي بتقول له أيوه. وهو بيقول لها بس انا سمعت انك ركبت العربيه قبل كده مش كده؟ انت قلت انك ما قدرتيش انك تروحي للصيد من غيره. وهي بتقول في بالها ايه هو قدر يستوعب الخدم كمان، وده لما انا كنت فاقده للوعي، ده فعلا فظيع جدا. وهي بتقول ده علشان انا كنت عارفه ان الولد ده هيركبها اصلا، انا سمعت حد بيتكلم في الردع عنه. وبتقول في بالها بغض النظر عن مدى فظاعه الموضوع فانا مش لاقيه ابدا دليل على ان الكلمات دي هتكون كاذبه، ومن غير المحتمل ان يكون هو فرض الصمت بشأن مسألة بتتعلق بالطفل، وده لأنه مش هيستخدم ده إلا كفريسة. وليلي هنا بتستخدم جانبها الشرير، وهي بتقوله أنا كنت حاسة بالفضول بس علشان أعرف نوع الطفل اللي كان محبوس في السجن، علشان كده أنا كنت مخطئة جدا. وهو بيقول لها أنت إيه حاسة بالفضول؟ بغض النظر عن كل ده أعتقد اللي أنت حبيتيه فعلا، وده بما يكفي علشان تتبعي للغابة لدرجة انك حتى تحضنيه بشكل وثيق جدا. وهي بتقول في بالها انا توقعت انه يعمل كده، ومع ذلك ده استخدم سهم. خلينا ما نفزعش، وده لانه مش مستغرب طالما انا عرفت انك انت مش انسان اصلا. وهنا يا شباب بنعرف ان ابوها عرف اللي هي معاه، ورغم كده ضرب السهم برضه. وهي بتقول انا بس بعمل اللي لازم يتعمل. وهو بيقول لها ايه؟ وهي بتقول له انا نادمة بصدق، مهما كان العقاب اللي هتعاقبني بيه انا هتقبله بلطف، انا فعلا بوعدك بده. ومع ذلك فالطفل اللي انا اتمنيت انك تنقذه ده يا ترى انت ممكن تديهولي؟ ما هو بيقول لها يبقى انت كده مش هتحصلوا على هديه عيد الميلاد للسنه الجايه او حتى لبقيه حياتك، وكمان يا ترى انت هتقدري تديني ايه مكانه؟ وهي بتقول له ايه؟ وهو بيقول لها عندك ايه تقدمهولي؟ وهي بتقول انا هكون ابنه صالحه، هكون افضل من اي شخص تاني. وهو بيقول لها طب ما في فعلا اشخاص كتير جدا صالحين. وهي بتكون مستغربه جدا ومش عارفه ترد. بتقول في بالها ده صحيح، ده ما فيش اي حد في البيت مش طفل صالح، ما حدش يقدر يكونش كده اصلا، حتى لو كان فيه
فهم كلهم مش هيكونوا موجودين في العالم ده. وبعد كده بتقول له خلاص. وهو بيقول لها يعني انت عندك حاجه تقدميها؟ وهي بتقول في حاجة وانت هتحبه جدا وانا بوعدك بده. وهو بيقول لها بجد؟ قولي لي. وهي بتقول له انا وخلال العام ده، وبتفضل تقول له حاجات ولكن مش بتكون مكتوبة لينا. وهو بيقول لها هو ده كل حاجة؟ هو انت فعلا هتقدري تكوني مسؤولة عنه؟ وهي بتقول له بالتأكيد. وهو بيقول لها طب هيحصل ايه لو ده كان كذب؟ وهي بتقول له انت تقدر تقطع راسي. وهو بيقول لها ايه؟ تمام كويس جدا، انا هاخد كلماتك دي على محمل الجد واديهولك، هو ملكك من اول دلوقتي، اعملي فيه اللي انت عايزاه. وهي بتقول له ماشي شكرا ليك يا والدي. وهو بيقول لها بطبيعه الحال ارجو انك تتفهمي ان الصفقه دي منفصله عن عقابك بالطبع، وانت تقدري تمشي. وهي بتقول له ماشي، وبتقول في بالها شكرا ليك يا غبي، بس ده طلع كويس جدا، انا كسبت شويه وقت، شكل كده ان الطفل ده انقذني، ولكن ده مش مهم، وده لانه ممكن ما يكونش انقذني عن قصد. ده فعلا صحيح، انا مش بديل ليه باي حاجه، انا ممكن ما اكونش منقذتك، ولكن انت اديتني شويه وقت، علشان كده انا لازم افوز بقلبك. لو انا خليته بجنبي طول حياتي وعملته بشكل كويس فهيفتح لي قلبه في يوم من الايام، مش كده؟ ده اكيد هيحصل، انا ما سبقش ليا وانه فتح لي قلبه قبل كده ولا حتى مرة واحدة. وساعتها بنشوفها يا عيني وعمالة بتعيط وبتقول كده هينجح الموضوع بطريقة ما. بس خلينا نفكر في الموضوع. قالت ماري انه كان في الطبق الاول، واعتقد ان دي كانت الغرفة، وبتقول بما انه بقى ملك دلوقتي فالمفروض اللي انا بص عليه حتى لو عملت شوية ضجة فده مش هيكون في أي مشكلة. وبعد كده بنشوف الخادمة خارجة من الأوضة بتاعته وماسكة اللبس بتاعه اللي مليان دم، وبطلتنا بتخش الأوضة عليه وبتقول في بالها بالنظر للضمامة النظيفة دي شكل الجرح ما كانش عميق، بس هو ليه بيتنفس بصعوبة؟ ده كمان بيتعرق كتير جدا، انت اكيد مش بتعاني من حمى مش كده؟ يا ترى هو ده عرق بارد؟ ده افضل من الاصابه بحمى بكل تاكيد. وفجاه بنشوفها وهي عينيها بدات تدمع وبتقول في بالها اعتقد ان انا بميل ان انا اكون كاهنه احسن، انا عارفه ان لازم اسيب الموضوع يعدي كده، ولكن انا فعلا مش قادره اسيبه. انت لو كنت مستيقظ فده هيخليك غاضب جدا اكيد، وده مش عمل تطوعي اكيد. وساعتها هي بتقعد تنشف له العرق بتاعه بالمنديل بتاعها وهو بيقعد يقول سيء، وهي بتقول ايه بعد كده؟ هو بيقول سيل، ما طلعش بيقول سيء ولا حاجه، ده بيقول كلمه سيل. وهي بتقول ايه؟ هو بيتكلم اثناء نومه وبيقول سيل؟ هي مين سيل دي؟ هي دي صديقته. وهو بيقعد يقول يا بابا يا اخواتي ما تموتوش ارجوكم، وبيقعد يعيط وهو نايم وبيقول انا اللي كنت غلطان. وبطلتنا لما بتسمع كده بتتضايق جدا وبتقول ايه؟ هو كان عنده عيله، ولكن من الواضح اللي هو كان في دار ايتام، ممكن كان دار الايتام ده هو منزل الطفل ده، وابويا هو اللي ولع فيه. الناس اللي كانوا هناك كلهم ماتوا، دي كانت عيلته، والمنزل اللي كان فيه مع عيلته اتولع فيه واحترق كمان قدام عيني. ما تفكريش في الموضوع ده، انا ماليش علاقة بالموضوع، انا كنت طفلة في الوقت ده وفي شخص تاني مسؤول عن ده اكيد. وبعد كده هي بتتخيل منظر الراجل، تقول ايه الراجل ده مرة تانية؟ وهي بتقول لا انا مش عايز اموت، مش عايز اموت مرة تانية. وهي بتقول هو انت عملت ده برضه مهما هربت بسبب الذكريات اللي بتلحقه دي؟ يا ترى بسبب كل ده انت بكيت دلوقتي؟ وهو بيقعد يعيط، وده طبعا هو نايم. وبعد كده بنشوفها في اوضتها على سريرها وهي عماله بتعيط برضه وبتقول انا حاسه بالاسف على عدوي اللي قتلني كذا مره، وبعد كل حاجه انا فعلا ممكن اكون كاهنه. والخادمه بتقول لها سيدتي وانت مستيقظه؟ وبتقول لها ايوه يا ماري. وهي بتقول استعد الطفل اللي كنت قلقانه عليه وعيه. وهي بتقول لها ايه بجد؟ انا هاكل الاكل واروح له على طول، انا هتصل بيك لو انا كنت محتاجه اي حاجه، علشان كده انت لازم تاخدي شويه راحه. وبتقول لها حاضر يا سيدتي. وماري بتقول لها هو انت عايزه في انك تحضري بعد كده وتاكلي 3 أكواب من الشاي الصحي ده؟ وبتقول لها ايوه، وهي طبعا بتكرهه. وبعد ما بتقفل الباب هي طبعا بتكون متضايقه، بتقول على الرغم اني قلت على نفسي كهنه ولكن انا لسه خايفه انك تكون فقير، دي حاجه مؤسفه جدا، والحياه فعلا سمينه، ولكن انا لسه لازم عليا ان اعمل كده. بس يا ترى انا هقدر عليه؟ انا اجريت محادثه مع واحد من الاشرار، فيا ترى ايه اللي ممكن ما اعملوش يعني؟ وبعد كده هي بتروح له بتقول له ازيك عامل ايه، وهو مش بيرد عليها. وهي بتقول له انت جراحك كويسه؟ يا ترى بيألمك كتير جدا؟ هو انت لسه مش شايف اللي هو مريح؟ وهي بتقول في بالها هو ليه بيتجاهل كلامي دلوقتي؟ ده قال الطبيب ان مفيش اي اثار لاحقه. وهي بتقول في بالها خلاص
خلينا نشوف كم من الوقت هيقدر يصمت. وهي بتقعد طبعا ترغي معاه وبتقول له ازاي جراحك، ده فعلا بيألمني كتير جدا، يا ترى ده غير مريح، يا ترى انت كلت، انت لو ما قدرتش توصل هناك بنفسك انا ممكن اجيبه لك لحد هنا، وكمان انا هاكلك، انت ممكن تطلب مني ان اعمل لك اي حاجه خفيفه وده باستخدام اسمي. ولكن هو برضه مش بيرد. وهي بتقول في بالها هو ماله الراجل ده قاسي ليه كده وصعب، ولكن انا كمان عندي طريقه. وهي بتقول صحيح انا نسيت ان اقول لك شكرا، شكرا على انك انقذتني في الغابه. وساعتها هو بيبص لها وهو بيقول لها دي ما كانتش نيتي ابدا. وهي بتقول له انت علشان حمتني ما صابنيش السهم. وهو بيقول لها دي ما كانتش نيتي. وهي بتقول له يعني كل الحاجات دي كانت صدفه. وهو بيقول لها ايوه. وهي بتقول له خلاص. وبتقول في بالها صحيح انا اصلا ما اعرفش هو ازاي عرف ان السهم هيطير وهو هينقذني. الحاجة الوحيدة المهمة اللي احنا نبدأ محادثة. وبتقول له مع ذلك شكرا جدا ليك، سواء كان ده صدفة او اي حاجة تانية، فده مش بيغير حقيقة انك اتصبت بالسهم بسببي انا. وهو بيقول لها بس انا مش كده. وهي بتقول له انت منقذ حياتي ومن اول دلوقتي تم معاملتك وفقا لده، خلينا نتفق بشكل كويس في المستقبل. وهي بتقول في بالها ارجوك ارجوك من فضلك انقذني بعد كده. وهي بتعمل نفسها بريئة قدامه. وهو بيقول لها انت ليه بتعملي كده؟ وهي بتقول ايه انت قلت ايه دلوقتي؟ وهو بيقول لها ظهرك ان ما سمعتيش اي حاجه. وهي بتقول له ليه هو انت قلت ايه؟ وساعتها هو بيتضايق منها جدا. وهي بتقول صحيح انا فكرت في الموضوع مره تانية، انا ما اعتقدش اني سمعت اي حاجه. وبتقعد تضحك ضحكه سامجه. وبتقول في بالها مع ذلك شكلي فيه شويه تقدم اهو، مش كده؟ ده ما طلبش مني حتى ان امشي لبعيد، شكل كده ان الوهج المميت في عينيه بقى الطف شويه. خلينا نفكر في الموضوع، احنا حتى ما نعرفش اسامي بعضنا، ولكن انا عارفه اسمك، ده بيت من اغاني الشعر، انت كنت موضوع متكرر في كل حته سواء من عامه الناس او من النبلاء، فانا بعيش واسمع اسمك على افواههم كلهم. كان الموضوع وكأن المسامير كانت ملتصقة بودني، ومع ذلك فالاسم الكامل هو أساس الأساسيات. وهي بتقول أنا اسمي ليلي، ولما بيكون فيها أشخاص آخرين في الجوار تقدر تقول لي يا أنسة ليلي، بس أنت يا ترى أنت اسمك إيه؟ وهو مش بيرد عليها. وهي بتمسكه من خدوده وبتقول له أرجوك اسمعني، هو أنت معقول إنك مش هتقول لي؟ وساعتها بتديله على دماغه بإيديها، وطبعا ده بهزار. وهي بتقول له خلاص أنا هسميك اللي أنا عايزاه. وبتقول في بالها في دمية أرنب أنا كنت بحبها جدا لما أنا كنت صغيرة وكان اسمه كاسيون. وساعتها هو بيقول إيه كاسيون؟ وهي بتقول إيه وإيه اللي حصل؟ هو بيقول لها أنت ليه قلت الاسم ده؟ وهي بتقول في بالها انا ممكن اكون متفاجئه مش كده، ولكن انا ناديته باسم هو ما قالهوش ليا قبل كده، انا ممكن احس بشويه حرج، ولكن بنشوفه وهو باصص لها بكل غضب. وساعتها بتخاف جدا، بتقول ايه هو ليه بيبص لي بالشكل ده؟ وانت فعلا بتبص لي كده لاني قلت لك باسمك بس؟ انا فعلا بتساءل اذا كانت المناداه باسمك خليتك تحس بالسوء ده كله. وهي بتزعل كتير جدا، ولكن فجاه هو بيلاحظ ده، هو بيغير نظرته دي وبيقول لها انا اسمي سيون. وهي بتقول له ايه؟ وهو بيقول لها انت ناديتي عن اسمي، انا اسمي سيون. وهي بتقول له سيون؟ وهو بيقول لها ايوه. وهي بتقول له وانا فعلا ممكن اناديك بالاسم ده؟ وبيقول لها ماشي. وهي بتقول في بالها انا لما كنت بناديك سيون كان بيبص له كانه هيقتلني، ولكن دلوقتي هو بيقول لي ان اقول له سيون، مش هما الاتنين نفس الحاجه ولا ايه؟ على الاقل اصبح اقل عدوانيه، وده انجاز كبير جدا. وعلى كل حال ده شخص انا مش هقدر افهمه. وهي بتقول له شكرا ليك على انك خلتني انا اقول لك باسمك. وهي بتكون مبسوطه جدا. وهي بتقول انا همشي دلوقتي، انا افتكرت حاجات عاجله، استريح كويس وانا هجيلك تاني، مع السلامه يا سيون. وهو بنشوفه لأول مرة وهو بيبدي مشاعر أخيرا وبيقول إيه كاسيون. وبعد كده لما كان الطفل ده بيعيش في الشارع بنشوف حد بيقول يا عزيزي أنت عمرك قد إيه؟ كان في دايما أشخاص بيسألوه عن عمره من وقت للتاني، وعادة ما بينسى الناس أعمارهم لما بيعيشوا في الشوارع، ولكن سيون كان بيقول لهم إنه عمره 5 سنوات، ولكن الطفل كان عارف عمره بالظبط. وفي حد بيقول هو انت ولد ولا بنت؟ انت شكلك جميل جدا وانا فعلا مش قادر احدد. وكان في شخص دايما بيسأله اذا كان ولد ولا بنت، وهو بيقول انه ولد، وحس الطفل بالدهشة لعدم معرفتهم، ولكنه اجاب. وكان السؤال ده اسهل من اخبارهم بعمره. وللناس بتتكلم بيقولوا هو انت ليه بتتكلمي مع متسول؟ الاطفال دول مجموعة من الجراثيم. ولكن الست بتقول ده مجرد مسكين. وبعد كده راح لدار ايتام شعاع الشمس، وهم قالوا له انت اسمك ايه؟ والسؤال ده محدش سأله قبل كده ليه؟ والطفل بيقول للراجل اللي بيسأله بيقول له هو انت متسول؟ هو بيقول له ايه؟ هو بيقول في باله هو ده غلط، هو قال دي مجموعة من الجراثيم.
طفل قذر كمامة. ولكن الراجل التاني بيقول له وقف اللي انت بتقوله ده، انت عندك اسم مش كده. وهو بيقول له مش دي الحاجات اللي هم بيقولوا لي بيها، مش دي برضو اسماء. والراجل التاني بيقول له دي ما تعتقدش ان دي كلها اسماء، اللي انت قلته ده مش اسم خالص. وهو بيقول له خلاص انا ما عنديش اي اسم. وساعتها هو بيقول له مش مشكله، انت تقدر تختار اسم يعجبك بعد كده، ولكن انا اخترت اسم انا كمان، انا اسمي كاسيون. وهو بيقول له ايه كاسيون؟ وهو بيقول له ايوه، لما تناديني ناديني بالاخ الكبير. وهو بيقول كاسيون هو كمان. وهو بيقول له انا هسمح لك بده مؤقتا، انا محتاج لوقت علشان افتكر الاسم، بس انت كمان هتحتاج لاسم مؤقت علشان تتنادى بيه، والحد ده انت تقدر تختار اسم. ولان شعرك بيلمع بلون ذهبي جميل، فانا بعتقد ان شمس هيكون كويس جدا. ولكن بتيجي واحده بتقول له ايه هو ايه الاسم ده؟ وهو بيقول لها يا قدل هو انت جيتي؟ وهي بتقول له دلوقتي انا سمعت حاجه غريبه اول لما وصلت. وهو بيقول لها ايه ليه؟ وقدل بتقول يا شباب اجتمعوا حالا. وهم بيقولوا ايه اللي بيحصل؟ في واحده بتقول هو مين ده؟ وهي بتقول لهم هو انتوا عارفين الطفل اللي هيعيش معانا من اول دلوقتي موجود اهو. وهم بيقولوا ايه ده احنا فعلا اتشرفنا اننا عرفناك، خلونا نتعاون كويس. وهو بيقول ايه هم دول اخواتي، بنشوف فيهم سيسيل وري وأدل وأسيل ومايك كمان. وهي بتقول له ناديهم حسب العمر، عندك أديل وأسيل ومايك. وهي بتقعد تقول له الأسماء، وهي بتقول له الاسم مش مشكلة دلوقتي. وكاسيون أطلق عليه اسم شمس. الشمس قال. وهم بيقولوا إيه ده فظيع جدا وكمان غير ملائم. وبيجي واحد بيقول له وأنت أكلت حاجة غريبة؟ والراجل التاني بيقول لهم خلاص إذا كان ده رأيكم فخلونا نسأل الشخص المعني بشكل مباشر. إيه رأيك في شمس؟ يا ترى أنت بتفضله؟ أنا عايز أعرف إذا كان الاسم المؤقت شمس اللي أنا قلته عليك ده بيناسبك ولا لأ يا شمس. هو أنت تقدر تجاوبني؟ هو بيقول له أنت استخدمت اسم شمس كذا مرة. وهو بيقول له خلاص أنا بحب شمس. والأول مرة الطفل ده بيضحك، وساعتها البنت اللي اسمها أدل دي بتقول يا للسخرية، وبتكون متضايقة جدا. وقال إيه يعني؟ بتعمل نفسها فاقدة الوعي. والدار الصغيرة للأيتام دي بقى في عضو جديد باسم شمس، وطبعا كلهم بيحبوا هناك، وهو بيقضي وقت جميل جدا معاهم في الصيف بقى وفي الشتاء، في أي وقت هم دايما بيكونوا مجتمعين سوا. بنشوف كاسيون بيقول له السبب اللي خلاني أدعوكم كلكم النهاردة هو إن أعتقد إن جه الوقت علشان أختار اسم حقيقي لشمس. وكلهم بيقولوا إحنا موافقين. وحد بيقول أنا حسيت بالكشعريرة أصلا كل لما ناديت باسم شمس ده. إيه رأيك يا شمس؟ هو أنت عندك اسم مفضل في ذهنك؟ وهو بيقول أنا عايز أكون كاسيون. وهو بيقول له إيه كاسيون؟ وهو بيقول له أيوه أنا بحب اسم كاسيون. وهو بيقول له بس ده اسمي. وأدل بتقول له وايه المشكله؟ اعتقد ان اسمك فعلا بيناسبه شمس اكتر مما بيناسبك انت. وساعتها هو بيقول ايه ليه؟ وهم بيقولوا لازم ان يكون لكل شخص اسم يناسب مكانته، والاسم جميل جدا بيناسب الشخص الجميل. وهم بيقولوا ده صحيح، من اول دلوقتي شمس هو كاسيون. وكاسيون بيقول لها سيسيل حتى انتي. وبنعرف ان كاسيون اتخلى عن اسمه وقدمه لشمس، وطبعا كلهم كانوا بيزعقوا له علشان يعمل كده. وكاسيون بيقول له يا شمس انت ما كنتش بتتكلم جد لما قلت انك بتحب اسم كاسيون مش كده؟ فانت فعلا بتحب اسم كاسيون؟ هو بيقول له ايوه. وبيقول له يا للعار انت فعلا خنتني، انت ازاي تتجرأ تعمل كده بعد ما ربيتك؟ وهم بيمسكوه بيقولوا له يا جدع ما تبقاش سخيف بقى، ده هو اصلا لسه بنفس الحجم اول لما جه. وهو بيقول لهم خلاص انا هختار اسم سيون اسم ليا. وكاسيون بيقول ايه سيون صحيح؟ وبيقول له ايوه. وهم بيقولوا انا كنت هضطر لتغيير اسم القبيح، ده فعلا محزن جدا، كان المفروض تدفع الثمن اختيارك لاسم شمس. وطبعا كل الاطفال شمتانين في كاسيون، وده علشان شم شمس من الاول. ولكن بنشوف واحده رايحه جنب سيون وبتقول له سيون فعلا اسم جميل، انت دلوقتي مش شمس انت سيون مش كده؟ وبيقول لها اسمي هو سيون. وبالمناسبه كان لسيون دار الايتام ده بمثابه البيت، ومكان اداله اسم، مكان دافي علمه ايه هي العيله، وكان بيحتضن كل بمحبه. كان فيه اشخاص كانوا بمثابه والديه الحقيقيين، ولكن حتى السعاده الصغيره دي ما كانش مسموحة لسيون لفترة طويلة. وبعد كده هو شاف كل عيلته وهي بتولع، وبيقول يا ماما يا بابا، وبيقعد ينادي على كل الأسماء وبيقول استنوني استنوني شوية بس أنا أكيد أنقذكم. كانت الأشياء الثمينة جدا للأطفال، وكلهم اتبلعوا جوه النيران الحارقة. وهو بيرجع فلاش باك وبيفتكر الفترة اللي كان فيها مع واحدة في السوق، وواحدة دي كانت طبعا من الملجأ، وهي بتقول يا سيون
بص كده دي فراخ حيه، ده بيبيعوا كميات ضخمه جدا من اللحم مش كده؟ وهو بيقول لها ايوه ده هو السوق، ولكن احنا ليه جينا للسوق الصبح كده خاصه في يوم عيد ميلادك؟ وهي بتقول لان عيد ميلادي انا في حاجه عايز اشتريها. وسيون بيقول لها هو انت معاك فلوس؟ وهي بتقعد تضحك وبتقول له انا اداني كاسيون هديه، وده لما انا هو بلغ ال 19 من عمره وبدا يدور على شغل، وكان بدا فعلا انه يكسب فلوس. وسيون بيقول لها يبقى مجرد ما حصلت على فلوس انت عايزه تنفقيه كده؟ وهي بتقول له كان حلمي هو ان اشتري هديه لوالدي، وفي الاصل انا كنت عايزه اعمل كده بالفلوس اللي انا هكسبها، ولكن اموال كاسيون هي اموال انا كمان. وهو بيقعد يضحك ساعتها، وهو بيقول لها على كل حال انا هساعدك في انك تجيب الهديه دي بسرعه. وهما الاتنين بيكونوا مبسوطين جدا مع بعض، والبنت دي بيكون اسمها سيسيل. وبعد كده بيروح علشان يشتروا الهدية، وبيشوفوا جزم، وكمان بيقعدوا ياكلوا، وبنشوف واحدة ماشية على الحبل وواحد بيطلع نار. وطبعا هما الاتنين مندهشين بده، وسيون بينادي عليها وبيقول لها سيسيل، وهي بتقول له نعم. وهو بيقول لها احنا كان عندنا وقت للعب كده، هما قالوا ان اجرة العربة هتتضاعف بعد غروب الشمس. وساعتها هي بتكون نسيت وبتقول صحيح، وهو بيجري وبيقول لها صحيح خلينا نتكلم مع اخونا الكبير. وهي بتقول له لا احنا مش هينفع نكذب، دي هديه مفاجاه. وساعتها هما بيركبوا العربيه، وهو بيقول لها ما اعتقدش ان فيها اي حد هيحس بالقلق. وهي بتقول هما ممكن هيفكروا ان احنا رحنا مره تانية لاصطياد الحشرات، كان الموضوع كده هيكون رائع جدا. وبعد كده بيخش العربيه، وهي بتقول صحيح. وهو بيقول لها ايه في حاجه ولا ايه؟ وهي بتقول له الورقه اللي انا كنت بستخدمها كانت متقطعه تماما، وانا افتكرت اللي هي ممسحه، وانا كنت ناوي استخدمها علشان انضف الارض، ولكن الورقه دي اللي كنت بستخدمها طلعت فلوس. انا كنت عايز اشتري لك ورق وقلم رصاص بالفلوس دي. وهو بيقول لها ايه لو انا كنت محتاج ليهم كنت اشتريتهم بالملف بتاعي الخاص مش كده؟ وهي بتقول ايه طب هيحصل ايه لو انت معكش فلوسك الخاصه؟ وهو بيقول لها لا انا عندي فلوس، ده سر بيني وبين امي وابويا، ولكن في بعض الاحيان انا كنت بروح للشغل مع كاسيون. وهي بتقول له صحيح قوتك فعلا هائله جدا، خلاص يبقى انت اشتري الورق والقلم والرصاص بالفلوس بتاعتك، بدلا من كده لما اكسب فلوس بعد كده انا هشتري لك مجموعه من ادوات الرسم. وهو بيقول لها ده ممكن يكون مكلف جدا، وهي بتقول له مش مشكله انا بس محتاجه ان اكسب كتير من الفلوس. وبعد كده هما بيتوعدوا، وهي بتقول له بدلا من ده انت لازم تيجي معايا علشان تشوف السوق مرة تانية. وهو بيقول لها ده فعلا مقبول جدا، وده كان الوعد اللي بينهم. وبعد كده هي بتنام وبتقول ولكن في المرة الجاية خلينا نيجي اثناء النهار بدل من الصباح الباكر ده، انا حاسة بالنعاس الشديد فعلا. وهو بيقول لها خلاص نبي شوية وانا هصحيك لما نوصل. وفعلا هي بتنام على كتفه، ولكن هو كمان بينام. واول لما بيروح لهناك هو بيشوف حريق، وبيقول ايه ده الاتجاه ده في منزلي، بالاضافه ده في حريق كمان يا سيسيل. وهي بتقول له ايه هو احنا وصلنا بالفعل؟ وهو بيقول لها يا سيسيل انا بعد ما فكرت في الموضوع اعتقد اللي احنا محتاجين لورق وقلم رصاص، انا هقول للسواق اللي هو يرجع تاني، علشان كده روح واشتريه ليا دلوقتي. وهي بتقول له ايه ولكن انا ما اعرفش امتى حتى بيبيعوه ولا بيبيعوه فين اصلا، خلينا نروح مع بعض يا سيون. وهو بيسيب لها فلوسه وبيقول ده سر، ولكن شكل الاخ الكبير بيحضر حاجه بمناسبه عيد ميلادك، انا هروح علشان اشوفه وانا كمان هساعده، علشان كده ارجع البيت في وقت متاخر من الليل فهمتي؟ وهي بتحس بحاجه وبتقول يا سيون التعبير على وشك بتوحي انك بتكذب عليا، يا ترى في اي حاجه بتحصل مش كده؟ ولكن هو بيقول للسواق يا عمي ارجوك ارجع للسوق، هي سابت كل حاجه وراها، انا سبت لك الفلوس على الكرسي. والبنت بتقول يا سيون خلينا نروح مع بعض، ولكن سيون بينط من العربيه وهي ماشيه، والسواق بيقول له ده خطير جدا يا بنتي ارجعي انت كمان لجوه. وبعد كده هو فعلا بينط في الاتجاه المعاكس وبيقعد يجري ناحيه الملجأ، وهي بتندع عليه وهي خايفه. ولكن هو لما بيروح لهناك بيشوف البيت كله بيولع، وبنشوف ان في ناس واقفه ناحيه البيت وبيقولوا دي بتحترق بشده، وده السبب في ان بيوت الكلاب بقى مش بتتعمل من الخشب. واحد بيقول كفايه الكلام بتاعك ده وابدا راقب بجديه، خلينا نشوف اذا نجا شخص واحد حتى ولا لا، ده لو في واحد نجا هينتهي امرنا. وبعد كده بنشوف حد بيجري ناحيه الملجأ، وده هو سيون طبعا، وبيجري من قدامهم حرفيا، وهما بيقولوا ايه هو ايه الطفل ده
ده كان سريع جدا، انا ما قدرتش حتى انا اشوفه بشكل صحيح، خلينا نسيبه، ده شكله كده عايز يحترق معاهم، لو دي كانت رغبته فما فيش مشكله. ولكن بنشوف سيون وعمال بيعيط وبيقول في باله يا ماما يا بابا، وبيقعد ينادي عليهم وبيقول لهم استحملوا شويه انا هنقذكم كلكم. ولكن ما هو داخل بيقع عليه الحطام المحروق وهو بيقع على الارض وبيقعد بينده باسم ابوه وامه وبيقولوا انتوا فين، انتوا فين كلكم. وفجأة هو بيشوفهم وهم متولع فيهم وبيقعد يقول لا 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 أرجوكم، والبيت كله بيقع قدامه وهو بيقعد يعيط كتير جدا، وكل ده بيبقى واقف قدام الحراس وهم بيقولوا ايه انت قدرت تفضل عايش ومن غير اي خدش كمان. وبعد كده لما كان بيجي يمسكه هو كسر له ايده، قصدي ايده على سيون، كسر ايد الحارس، والحارس عمال بيصرخ وبيقول ايديا. واحد بيقول له اكيد هو انت ليه كنت متساهل معاه كده، بالمناسبه ده مجرد طفل. ولكن بنشوف سيون بيديله لكمه في وشه بيهبده على الارض وهم كلهم بيقولوا انت عملت ايه يا واخد، انت ازاي عملت كده، هي ايه القوه اللي بيمتلكها الطفل الصغير ده، الموضوع مش هينجح غير لو هاجمناه كلنا مره واحده. وفعلا كلهم بيحوطوه، ولكن الاب، وانا قصدي هنا على ابو ليلي، بيقول مدهش جدا انت خليت جنودي يعانوا بشكل كبير. وهو بيقول له ايه جنودك، هو انت اللي نزغ خيوط الفاجعه دي، انا هبعتك للجحيم. وساعتها بيروح علشان يهجم عليه، ولكن هو بيقف قدامه وهو بيقول له انا اتلقيت تقرين على العربيه وانا جيت لهنا وبعد كده رجعت مره تانية، انا كنت ناوي ان ابعت شخص ما علشان يتحقق مين هو الراكب. وهو بيقول له ايه، طبعا هنا سيون كان خايف جدا على سيسيل علشان كده هو ما اتكلمش. وفجأة واحد من الحراس بيهبط دماغ سيون في الأرض، والراجل بيقوله أنا بفكر إن أقتله، ولكن ده هيكون من غير المناسب اللي هو يكون فيه شاهد عديم الفائدة، يا ترى أنا لازم أعمل إيه دلوقتي؟ وسيون بيقول ما تعملش، أرجوك ما تعملش حاجة، ما تطردش العربية. وهو بيقول ايه ما طردش العربيه، طب انت تقدر تعمل حاجه في المقابل؟ وهو بيقول له انا هعمل اي حاجه، هعمل كل اللي اقدر عليه. وبعد كده هو بيقول الحق بالعربيه وشوف مين اللي جواها وافحص الوش بس وما تعملش اي اجراء تاني. وهو بيقول له حاضر مفهوم. وبعد كده الاب بيقول له قوم اقف على رجليك وانا هوفر لك قبر خاص. وطبعا سيون بيكون اتبع كلمات المركيز من غير اي سؤال وبيكون راح للسجن بنفسه. واول لما وصل لهناك ادرك ان الشخص اللي جابني هنا هو المركز هيلدجار، واكتشفت ان دي هي كانت قلعة المركيز، ولكن دي كلها حقايق ملهاش علاقة بأي حاجة، ده كله بسببي أنا. لو بس ما رحتش للسوق ده، حتى لو أنا كنت رحت أتمنى إن أنا كنت رجعت بشكل مبكر شوية. وبيقول في باله يا ترى هتعمل ايه لو انت شفت حاجة بعيدة وكمان تكون حاسس بشعور خافت جدا وانك تكون قوي. في النهاية انا ما قدرتش اعمل اي حاجة، انا ما انقذتش اي حد. وهو بيقول لا انا قتلته. وساعتها بيقعد يلوم في نفسه وبعد كده بيقول ايه دي وجبة، وبيكون حد بعت له وجبة وهو بيقول انا محتاج ان اكل حتى لو بالاجبار، انا لازم اكسب لقمه العيش. وبيفتكر كلمات هيلدجار لما كان بيقول له افتكر حياتك دلوقتي ملكي انا، لو انت انتحرت او اي حاجه زي كده فانا هعالج موضوع الست اللي في العربه ده وهخلي الكلاب تاكلها وده وهي حيه. وساعتها هيلدجار بيقول بالتاكيد هيعمل اللقيط اللي بيقوله وشكله كده هيقتل سيسيل فعلا، وهو بيكون خايف عليها جدا، علشان كده هو بينفذ كلماته من غير اي اعتراض وبيقول انا عايز اموت ولكن انا نفسي اروح مطرح ما عيلتي راحت. بعد اسبوع طبعا بنروح لمنطقه الغابه وبيفتكر اللحظه اللي جروا فيها الحارس وبيقول له ما تفكرش انك تمشي من الغابه دي، انت لو خرجت من هنا هيتم توجيه العشرات من السهام ناحيتك مره واحده. وهو بيفضل واقف وبيقول ده هنا قال اللقيط ده ان ده هو القبر بتاعي، بس ده مش وحش، انا عملت كل اللي قال لي عليه، سيسيل هتكون امنه اكيد. وفجاه بنلاقي هو خد سهم في صدره بيقول ده كان كل حاجة، الكل أنا هاجي علشان أشوفكم. ولكن حد بيقوله من فضلك من فضلك استيقظ يا سليل الحاكم السماوي. وهو بيقول إيه، وساعتها هو بيصحى في جسم شاب بيقول إيه ده، هو أنا مش ميت؟ الشعور ده مش وهم، بالتأكيد أنا اتضربت في قلبي، هو أنا ليه لسه عايش؟ ولا حد بيقوله أنت صحيت يا سليل الحاكم السماوي. وبنشوف ناس كتير جدا وهم طبعا قاعدين قدامه وقاعدين يمجدوا فيه وبيقولوا له يا سليل الحاكم يا سليل الحاكم السماوي. وهو بيقول إيه ده وبيمسك رقبته وبيقول ده مش صوتي خالص، صحيح
بالتفكير في الموضوع ولا ده حتى جسمي، هو ايه اللي بيحصل هنا؟ طبعا هو بيكون مستغرب جدا، وهو بيقول انتوا بتقولوا لي ان انا نسل الحاكم السماوي؟ وواحد بيقول له ايوه ده صحيح، وفقا للسجلات انت من نسل الحاكم السماوي السادس، وانت جيت علشان تحارب الارواح الشريره اللي بتظهر في العالم كل 1000 سنه لما بيتم تحرير الختم. وهو بيقول ايه؟ مره كل 1000 سنه بيتولد كائن ذو قوه روحيه، دول احفاد الحاكمه السماويه واتولدوا كلهم بالطريقه دي، ولما بيبلغ الجسم المادي ال 18 سنه بتستيقظ قوته، ولو انت مت قبل ما جسمك يصحى الروح بيتم حفظها، واول لما بتوصل للسن المناسب بتستيقظ قوتك باعتبارك من نسل الحكم السماوي يعني. وهو بيقول يعني انا كده عدت في الحياه؟ والراجل بيقول له ايوه، وهو بيقول في باله ده فعلا محرج جدا، هو انا ليه طويل كده ولا ليه جسمي قوي؟ وعلى وجه الخصوص انا صدري صلب زي الدرع. وهو بيقول للراجل طب يا ترى انا هعمل ايه دلوقتي؟ يا ترى من الكويس اللي احنا نحارب الارواح الشريره؟ وهو بيقول له لا، وبحسب الأوركال فالروح الشريره هتظهر بعد سنتين، ولحد دلوقتي انت لازم تتدرب على كيفيه التحكم في قوه الحاكم السماوي. وهو بيقول له ايه؟ تدريب؟ وهو بيقول له لمعلوماتك احنا عملنا لك مكان علشان يساعدك في التدريب، ارجوك تعالى من هنا. وهو بيقول هو انا فعلا عندي القوه دي؟ وهو بيقول له ايوه. بيقول له خلاص ولا حاجه، خلينا نروح لمكان التدريب. وفعلا بيمشوا لهناك، وهو بيقول يا ترى ممكن اعثر على شخص واحد من فضلك؟ وبعد سنتين وزي ما اتقال في الأوركالك المعبد ظهرت روح شريره وصبغت معاه السما باوجاعها بلون احمر دموي، البشر مجرد حساله، ودي هي المره الاخيره اللي انا كافح فيها. واللي بتقول كده يا الروح الشريره طبعا. وبنشوف البطل اللي هو سيون بيقول له انت مش قلت نفس الكلمات دي من 1000 سنه؟ وساعتها هو بيكون واقف قدامه وبيكون شكله ضخم جدا، انا قصدي هنا على الروح الشريره. وبنعرف ان تصدى كاسيون للروح الشريره بكل شجاعه، واتأججت معركه ضاريه ارتعدت لها أرجاء السماوات وارتجت الأرض تحت وطائها. وبنشوف الروح الشريرة بتقول البشر الواقح ده. وبنعرف إن المعركة استمرت 15 يوم وتعلم كاسيون حاجة واحدة بس. وبنشوف اللي كاسيون كان بيتجرح كتير جدا، وده إن جسمه ما بقاش ممكن اللي هو يتسمى شخص أصلا، وحتى لو اتصاب جسم كاسيون بجروح خطيرة فالتعافي بتاعه فوري من اي حاجه كده، هو حرفيا بقى يعتبر خالد. وطالما ان القلب والراس سليمين فما فيش اي مشكله لو تم سحق باقي الجسد. وبالطبع هو حس بالالم في جسمه وهو بيتضرر، وساعتها بنشوف سيون بيقول له خلينا ننهي الموضوع ده دلوقتي. وفعلا بيروح يهجم عليه وبيخلص عليه بضربه قويه جدا، ولكن مش بيكون مات، بالعكس ده بنشوف سيون هو اللي مجروح، وبتكون مخالب الوحش جوه جسم سيون نفسه. والروح بيقول انا مرة تانية انت هتروح للهوية اللي ملاش قاع، يلا اقع. وفعلا بنشوف جسم سيون وهو مثقوب، وسيون بيقعد يفكر وبيقول ايه هو ده غروب؟ اكيد عدى نص يوم، انا شكلي كده هموت مرة تانية وبعد كده هرجع للحياة. ولكن فجأة بيقول انا من ساعة ما مموت وفي حاجة واحدة اختفت، بس ده مضحك جدا، انا مش قادر اشوف كم من الوقت عدى ليا في حياتي. والمفروض ان كهنة المعبد دول هم من نسل الحاكمة السماوية وبيتولدوا بحياتين، وانا قلت انا معرفش ليه كانت في 3 بس، ده فعلا مزعج جدا. بس انا لو انا كنت عايز اقتل نفسي فانا لازم اموت مرتين تانيين. على كل حال القتال مع الأرواح الشريرة ده فعلا مزعج جدا، أنا مش عايز أعمل كده مرتين. وبنعرف إن لما تم ختم الحاكم الشرير اتحولت السماء الرمادية لسماء زرقاء صافية كما لو ما كانش في أي حاجة حصلت من الأول. وأعلن المعبد على نطاق واسع إن الحاكم الشرير خلاص تم ختمه، وبفضل ده كل لما بيروح البطل بتتوافد عليه الحشود، وده طبعا علشان يشوفوه. وكان زعماء الدول قلقانين جدا لأن هم ما قدروش ان هم يقبضوا على بطلهم، وبعد تقديم كل انواع العروض غير التقليديه بما في ذلك الالقاب الرفيعه وحتى الزواج من العيله الملكيه او التبني، ولكن البطل رفض كل العروض دي. كان في هناك تكهنات بان هو المفروض ما يكونش عنده كتير جدا من الوقت علشان يعيشه، وده لانه اتصاب بجروح خطيره جدا اثناء القتال مع حاكم الشر. ده كمان صوته كان باهت جدا. بالتفكير في الموضوع انا معرفش حتى اسم البطل اللي انقذ العالم، يا ترى انتوا ممكن تقولوا لي؟ والملك هو اللي بيقول كده. ومع ذلك لما اتسأل البطل عن اسمه واجاب بوضوح اكتر من اي وقت مضى، وقال ان اسمه كاسيون. وبعد كده ما وصلش كاسيون لوجهته الاصليه،
اللي هي وطنه إلا بعد مرور 3 أشهر، وكاسيون إنسان وهو مش محارب، وكان عليه اللي هو يرجع لهنا. وأولا كانت سيسيل لسه عايشة في البلد دي، وقبل سنتين لما طلب كاسيون من المعبد اللي هو يلاقوا سيسيل ما استغرقش الموضوع غير شوية أيام لحد لما اكتشف المعبد مكان تواجدها وأبلغوا كاسيون. وكانت المسافة بين المعبد والبلدة بعيدة جدا، علشان كده هم ما قدروش اللي هم يلتقوا شخصيا، ولكن لحسن الحظ هم قدروا يتبادلوا التحيات عبر الرسائل. والمثير للدهشة إن سيسيل بقت كونتيسة، ما هو طبعا مش قادر يتخيلها لأن كل مرة بيتفكرها كان مظهرها المسترجل. وفقا للتفسير الولد في الرسالة ده كان زواج تعاقدي، وعلى الرغم من ان كاسيون ما فهمش تماما ولكن هو وافق عليه. وعلى كل حال كان شكل سيسيل مبسوطة جدا في الرسالة، علشان كده هو أجل لقاء سيسيل لحد لحظاته الأخيرة. ولكن كان في حاجتين لازم يعملهم قبل ده. كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. لو انت جديد ما تنساش تشترك في القناة وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، انا واثق انك هتلاقي فيديوهات تانية هتعجبك. وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والكومنت الرايق، لان ده فعلا بيساعدني جدا وده بيديني حافز اني اكمل. وشكرا جدا لكل اللي بيدعموني دايما، ده فعلا بيفرق معايا نفسيا على الاقل. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ويلا سلام.